تمام. طيب، مساء الخير للجميع. رح نبدأ هلا، ومساء الخير لجميع الحاضرين والحاضرات سواء فيزيائيا ولا كيميائيا، مو هيك؟ لأنه عن طريق هذا. وأهلا وسهلا فيكم في ندوة اليوم عن كتاب الباحثة والصديقة والصحفية ماجدة أبو عزة، هوية المهاجرين المغاربة وسؤال الاختلاف الثقافي في السياق الألماني، دراسة سوسيولوجية. إذا رح نبدأ يكون رح سير الندوة. رح نبدأ أول شيء خلينا نقول بالتعرف على الكتاب من خلال تقديم الكاتبة له، ثم رح يكون في عنا الدكتورة سوريا رح تعمل تعقيب أو نقاش على الكتاب، ومن ثم رح يكون في حوار يعني لن يكون طويلا، بعض الأسئلة لتوضيح مضامين الكتاب، ومن ثم رح يكون المجال مفتوح للجميع لطرح أي أسئلة أو ملاحظات أو تعقيبات. أهلا وسهلا فيكي وشرفتينا وكتير، ومبارك صدور الكتاب ومبارك الماستر. شكرا جزيلا، والشرف كله لي التواجد معكم ومع كل الحاضرين سواء في القاعة أو حتى في الأونلاين. إذا في التحضير لهذه الندوة معظم النقاش كان حول كيفية رفع مستوى الصوت عندها. إذا كان الحديث ليس عن مضامين الكتاب، ليس عن هذا فقط، كان التركيز على رفع مضامين الصوت. فيعني ممكن الاستفزاز الفكري في النقاش يرفع الصوت لاحقا. إذا الندوة اليوم من تنظيم منتدى تفاكر الحوار الثقافي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية المغاربية، مو هيك؟ للثقافة والإعلام. شكرا كثير على التعاون. إذا في بالطبع نحن شكرا لاستضافة مكتبة العرب الألمانية لهالندوة. الكتاب يعني خليني أبدأ يعني فورا في الحديث عنه. اتفقنا أنه أول شيء تقدمي صورة أو فكرة عامة عن مضامين هذا الكتاب بفصوله الأربعة. تفضلي. نبدأ بالعربي كما أخبرتني ولا بالألماني؟ بالعربي، لا. بالعربي. تمام. أول أمر حاضر. أول شيء أرحب بالمحاضرين وشكرا لحضوركم لمناقشة فكرة بدأت ك يعني تفاكر مع الكثير من طلاب ماستر الدين والثقافة والهجرة بكلية الأدب في المغرب. فهذه ثمرة سنتين من التفكير في مواضيع حول الهجرة، حول هوية المغاربة حينما يخوضون تجربة الهجرة ويغادرون الوطن. فالكتاب يعني دراسة بدأت بعرض تاريخ الهجرة المغربية إلى ألمانيا، وكانت الفكرة أولا أن نضع هذه الهجرة في سياقها التاريخي، ثم بعد ذلك يعني حاولت أن أجعلها تخوض في الهجرة المغاربة سواء بشكل عام، يعني بتسلسل أنواع هذه الهجرات وصولا إلى يعني الهجرة الحالية، هجرة العمل الماهرة وهجرة الطلاب وهجرة من نوع آخر غير تلك التي انطلقت في نهاية خمسينيات القرن الماضي. ثم بدأت الأفكار يعني تتداخل مع بعضها، فحاولت أن أجعلها في فصول منها التي ركزت على نقاش الهوية في التجربة، يعني هذه الهوية في التجربة الهجروية، هذا العيش المشترك في ظل اختلاف ثقافي واضح. فمكونات هذه الهوية المغربية وأسسها، كيف يتفاعل بها المواطن المغربي خارج الحدود مع غيره. طبعا البحث في الإشكاليات المرتبطة بالهوية في هذا الوقت الراهن هو بالنسبة لي سبيل نحو النبش في معالم قضية العيش المشترك، كما سبق أن ذكرت الحق في الانتماء إلى ثقافة ما، ثقافة جديدة، دون أن تحكمنا قواعد أو أفكار تم الترويج لها منذ عقود، وأحيانا تم تبنيها على أساس أنها الحل الأمثل أمام الإنسانية، لكن ربما يجب إعادة صياغة أسئلة جديدة تجعلنا نفكر مع بعض في حلول أخرى تصلح لزماننا هذا. ثم كذلك يعني لأن الهوية بالنسبة لي ولأننا من خلال تجربة الهجرة نفهم بأنفسنا يعني أنها ليست هوية ثابتة، بل تتشكل عبر التجارب وعبر التفاعلات الاجتماعية.
فكأن البحث في شقه الميداني كان يعني محاولة تمحيص لهذه النظريات التي نستعين بها لفهم الظواهر الاجتماعية. ف يعني حاولت أيضا أن أشير إلى تأثير مثلا السياسة في محور معين، تأثير السياسة والإعلام على مسار الهجرة وعلى أفكار وقناعات المهاجرين. فكما نعلم جميعا النقاشات السياسية والإعلامية لها أثر أكيد على المهاجر مهما طالت مدة إقامته في بلد معين. فكذلك كان هناك تساؤلات عديدة يعني فكرت فيها وأنا أخوض بعض المقابلات حتى قبل الشروع في المقابلات الخاصة بالبحث، وهو هل تطرح فكرة العودة لدى المهاجرين كفكرة العودة إلى الأصل، أو العودة إلى المكان الذي يشتاقون إليه، أو هل ما زال هذا المكان الذي يشتاق إليه المهاجر كما هو كما تركه فعلا، أم حدثت تغييرات؟ يعني تطور على مستويين، المستوى الذي يعيشه، المستوى النفسي، مستوى أفكاره، وأيضا هناك تطور يعني نعيشه في السياق الزماني والمكاني في كلا المكانين. فهذا التطورات في مختلف السياقات أكيد، وتفكير المهاجر ومواجهته لآخر يراه مختلف لكنه ربما قدم من مكان آخر لديه في مكونات هويته ما يجعله منفتحا على هذا الاختلاف، مرحبا به ربما. هل هذا كان كافيا لجعله يرى الاختلاف بعيدا عن وضعيات نزاع؟ فوضعيات نزاع ليس بالأساس نزاع يعني نزاع سلبي بكيفية يجعله يبتعد تماما عن السياق الذي يعيش فيه، لكن هي وضعيات نزاع ربما يتحول الاختلاف الثقافي خلالها اللي هو بين مكونات المجتمع الواحد. ف يعني حاولت في جزء من الدراسة محاولة، خاصة يعني الجزء التطبيقي، محاولة فهم مصوغات لمواقف داخل وضعيات نزاع التي يعيشها المهاجر المغربي. لكن بالمناسبة هذه وضعيات يمكن أن يعيشها أي شخص مهاجر في أي سياق آخر وأيا كانت جنسيته. فحاولت فهم تصورات تبناها المهاجرون المغاربة اعتمادا على صور وتمثلات بنيت حول الغرب عموما. من هنا كان الانطلاق، يعني ونحن في بلداننا ربما تتكون لنا صور وتمثلات حول الآخر وحول البلد الآخر بناء على ما تلقيناه من الإعلام أو حول الأفكار التي ينقلها المهاجرون السابقون أنفسهم لمهاجرين مستقبليين أو مشروع مهاجر. فخلال خوض هذه التجربة الكثير منهم عبروا عن بعض الصدمة مهما خفت حدتها أو ارتفعت. فهناك صدمات يعيشها المهاجر بشكل عام، يعني صدمات ثقافية نفسية وغيرها من صدمات. لكن كان السؤال ما الذي تحدثه هذه الصدمة؟ ما الذي يحدثه هذا الاختلاف في هوية المهاجر ذاته؟ فخلصت للعديد من الأفكار والنتائج، من بينها أن يعني محاولات أفراد من شعب أو من أمة ما التشبت بركائز الهوية في الواقع هي في الواقع محاولات للانسلاخ عن فكرة كونهم أرقام. أنا من الباحثين اللي يزعجهم جدا أن نعتبر أي شخص موضوع بحث ما هو رقم فقط، فأن أتداول الموضوع فقط بالأرقام يعني بالنسبة لي لا يعطيني نتائج فعلية للموضوع ما. فكان البحث الكيفي يعني الأنسب بالنسبة لفكرة الموضوع ككل ولتحليله هو. من هنا جاءت يعني الدراسة فعليا من تجربة خضتها أنا بالأساس، يعني كوني مهاجرة أيضا في مغربية من جاءت من المغرب، يعني من هذه العينة التي كانت دراستي حولها.
ولكن أيضا حاولت أن أرى مختلف الجوانب في هذه التجارب. كذلك هم من مختلف الأجيال، مختلف الأعمار، هم الذين عبروا عن أجوبة مختلفة عن الكثير من الأمور ربما سنتداول ونتناقش حولها. لا أريد الإطالة، هذه نقاط أساسية ضمن البحث، لكن يمكن التفصيل فيها من خلال النقاش بعد مداخلة الدكتورة أيضا الدكتورة سورية، ومن خلال أسئلتكم سواء المتواجدون في القاعة أو اللي معنا أونلاين. شكرا كثير لك. رح أكيد يعني رح نناقش يعني معظم هي الأفكار اللي انطرحت بقدر ما يسمح الوقت. دكتورة سورية مقيت، عم تسمعينا أنت؟ نعم بسمعكم. شكرا كثير لك. إذن شكرا كثير لحضور الدكتورة سورية مقيت، باحثة اجتماعية وخبيرة في قضايا التنوع ومكافحة العنصرية. هي مقيمة في برلين وحاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع، وصدر لها عدد من المؤلفات. إذا ما شاء الله سيفي طويلة مثل ما بيقولوا عريضة. سنكتفي بما ذكر وستعرفون أكثر عنها الآن من خلال ما ستقوله. الكاميرا إذن راح تكون موجودة هنيك. تفضلي دكتورة سورية. شكرا على الدعوة. وأنا حضرت يعني المداخلة ستيتمنت بالعربي وبالألماني، فمش عارفة يعني هل فقط أحكي بالعربي أو كذلك يعني أعمل مداخلة بالألماني. مبدئيا بالعربي، أظن الكل فهمان بالعربي مو هيك؟ مبدئيا بالعربي بس يعني ممكن بالعربي. شكرا كثير لك، شكرا كثير. أوكي، يعني الستيتمنت بتاعها سوف تكون على الهجرة والهوية والتنوع ونظرة نقدية. بصفة عامة الهجرة والهوية لا تتحركان في فراغ، بل تشكلان في ظل علاقات قوة تاريخية متأثرة باستمرارية الاستعمار، بأدوار جنة، بعدم المساواة الاقتصادية وبصور نمطية التي تنتج الآخر. الهوية كما تفضلت مجدة قالت كذلك أنها ليست حالة ثابتة بل عملية تفاوض مستمرة، فهي تشمل صورة الفرد عن نفسه من أنا، كما تشمل صورة المجتمع عن كيف ينظر إلي الآخر. وفي سياق الهجرة تظهر الهوية متعددة، هجينة وديناميكية، متأثرة بالانتماءات الثقافية، اللغوية، الدينية والاجتماعية والجندرية. الهوية المغربية نفسها تعددية، عربية، أمازيغية، متأثرة بالثقافة الإفريقية، بالثقافة الأوروبية اليهودية والأمور المتوسطية. هذه التعددية تنعكس في اللغة، في الدين، في العادات والانتماءات الجهوية. ليست إذن هناك هوية مغربية واحدة، والهجرة تجعل هذه التعددية أكثر وضوحا وتفرض إعادة تفاوض دائم حولها. الهجرة المغربية إلى ألمانيا هي تاريخ من العمل، المقاومة، البتشتم والمساهمة في تشكيل المجتمع. الجيل الأول حافظ على اللغة والدين والتقاليد كبوصلة في الغربة. الجيل الثاني عاش بين توقعات الأهل ومتطلبات التنشئة الاجتماعية الألمانية خاصة بالتعليم والعمل وأدوار الجنة. الجيل الثالث طور هويات وجنية وقدرة على الحركة بين العوالم، لكنه ظل يواجه العنصرية والتمييز والسؤال الدائم من أين أنت حقا؟ وها comes to wirklich. هذه الديناميات خلقت توترات داخل الأسر، لكنها تظهر أن الهوية تبقى دائما مجال للنقاش والصراع، وأنها ليست ثابتة بل عملية تفاوض مستمرة. غالبا ما تشكل وسائل الإعلام والخطابات السياسية تصورات عامة للهجرة بطريقة أحادية الجانب. يصور المهاجرون على أنهم عبء لصق أو فيضان فلوت أو موجة فيلر، ويتجاهل التمييز الهيكلي ستركتورال ديسكريمينيوم والتفاوت الطبقي، ويوضح المنظور تقاطعي الانترسكسيوناليتي في هذا الأمر. مثلا المرأة المغربية التي جاءت إلى ألمانيا كعاملة ليست مهاجرة فقط، بل هي أيضا عاملة في وظيفة غير مستقرة مسلمة وفي بيئة ربما يسودها كراهية الإسلام، وتتأثر التجارب بتمييز متعدد الجوانب.
mehrfache Diskriminierung. وهذا الأمر يجب توضيحه. ومن جهة أخرى تعيش الجالية المغربية في ألمانيا توترا مزدوجا من جهة التمسك باللغة والثقافة والدين، وهذا يشمل كذلك الجاليات الأخرى، ومن جهة أخرى مواجهة الضغط الاندماج بمعنى الأسيميلاسيون. وهذا يوضح أن الهوية ليست مجرد تجربة فردية، بل تجربة اجتماعية وسياسة مشكلة بالهياكل. من نظرة نسوية ومناهضة للاستعمار، تظهر تجربة النساء المغربيات بوضوح تداخل الهجرة مع قضايا الجندر والسلطة المخت. كثيرات يحملن عبء الهجرة الاقتصادية إلى جانب توقعات الأبوية، ويواجهن أيضا صور نمطية عنصرية. لقد همشت أصواتهن طويلا رغم أنهن فاعلات أساسيات في تاريخ الهجرة. منظور نسوي مناهض للاستعمار يذكر بأن الهجرة ليست مجرد حركة عمل، بل جزء من تاريخ المقاومة، الصمود والمساهمة في تشكيل المجتمع. ينظر إلى التنوع أحيانا كتهديد لأنه يكشف لاختلال توزيع السلط والموارد، لكن النهج القائم على التنوع لا يعني إخفاء الاختلافات، بل الاعتراف بها كجزء من النسيج الاجتماعي ومصدر للإبداع والتجديد الديمقراطي. وفي الختام، تظهر الجالية المغربية في ألمانيا أن الهوية في سياق الهجرة هي تعددية وهجنية ومتقاطعة انترسكسيونال، فهي تربط الماضي بالحاضر والأصل بالمستقبل. إن التنوع لا يعني الانقسام، بل فرصة، شرط أن يعترف بالاختلاف ومواجهة أوجه عدم المساواة، وأن يتاح للأفراد الحق تعريف أنفسهم بأنفسهم. شكراً. شكرا كثير لك دكتورة سوريا. رح نبدأ نناقش بس من هذاك الصوت. رح نبدأ نناقش هالأفكار، وخليني أبدأ فورا يعني بمسألة تبدو بالفعل إشكالية برأيي بتصب في صلب الموضوع. هل الحديث هو عن هوية المهاجرين المغاربة أم عن الهوية المغربية للمهاجرين؟ يعني بمعنى ما، هل نتحدث عن هوية ثابتة أو طرف واحد ماذا حدث لها؟ هل تغيرت؟ هل تبدلت؟ أم نتحدث عن هوية للمهاجرين جزء منها مغربي ويمكن أن يكون هناك أجزاء وأبعاد أخرى؟ هلا برأيي الكتاب، وحتى يعني أحد الأصدقاء في منتدى التفاكر عندما أراد الإعلان عن الندوة قام باجتهاد ما فكتب الهوية المغربية، فقلت له إنه الحديث هنا مختلف. هلا ممكن طبعا هوية المهاجر المغربي تكون مغربية، لكن في حديث عن انتقال إلى ثقافة أخرى، إلى مكان آخر، فممكن يكون الهوية لها أبعاد أخرى. الكتاب ينوس بين الطرفين، يعني من أحيانا نحن نتحدث عن الهوية ليست ثابتة متغيرة، إذن ليست مغربية خالصة، هناك أبعاد أخرى. لكن أحيانا، وأظن أحد الفصول هو لديه هذا العنوان، تحدث عن الهوية المغربية. فسؤالي هنا بالأساس يعني سيرة الهوية المغربية في السياق الألماني، هذا الفصل الثاني. إذن يعني برأيي هذا لم يحسم في الكتاب. هلا طبعا البحثين مختلفين، نتحدث عن الهوية المغربية ماذا حصل لها، أم نتحدث عن هوية المهاجر المغربي كيف تحولت. فيعني ممكن هي النقطة توضحيها. وهي تناقشناها في الطريق كثير. هو في الحقيقة الحديث عن المهاجر المغربي لن يستقيم دون الحديث عن هوية مغربية أولا. فالمهاجر المغربي يغادر البلد بهوية في رأيي، ويعني بعد الكثير من البحث في ما هي الهوية المغربية. أولا هي هوية جامعة لهويات مختلفة، فالمغرب بتاريخه كبلد متنوع جدا على المستوى اللغوي، على المستوى الثقافي، على المستوى يعني يستحيل أن أجد مغربي نسخة طبق الأصل من مغربي آخر. نحن يعني مجموعة هويات متكتلة ضمن هوية جامعة هي الهوية المغربية.
اللغوي مثلا لدينا الأمازيغي ولا اللغة العربية. الأمازيغي أكثر يمكن 3 لهجات واضحة. هذا في السياق المغربي. في السياق في الألماني السياق الألماني هذا المهاجر الذي وصل إلى ألمانيا جاء بلغة، جاء بهوية مغربية منفتحة قابلة للاندماج في مجتمع آخر، تربت ونشأت على الاختلاف في بلدها الأصل في وطنها، ولكنها في مواجهة سياق مختلف يعني اختلاف ثقافي ديني، مختلف الأشياء. حين نتحدث في الكتاب عن هوية المهاجر كما جاء في عنوانه، فهي هوية قابلة للتداخل مع الآخر، قابلة للتفاوض. هذا التفاوض منفتح عليه المهاجر المغربي من خلال المحادثات التي جمعتني بهم المقابلات. جاء راغبا في اكتشاف هذا الآخر الذي جاء على جانب من البحر، من الطرف الآخر من البحر، فقابل ويريد هذا لا ينفي. خليني بس يعني أدفع على النقطة أكثر من هيك. يعني أنت تحدثين عن هوية مغربية، هلا في المقابل تحدثين عن أن هجرة المسلمين إلى أوروبا غير وجه أوروبا. إذن يعني في تغير في هوية أوروبا هنا، وأصبحت يعني أصبح الإسلام جزء من هوية أوروبا إذا غير وجهها. لكن السؤال ماذا عن أوروبا في كونها جزء من هوية المغربي؟ طيب بطبيعة الحال لا نختلف حول أن هجرة المسلمين نحو مختلف بقاع العالم ومنها أوروبا أحدث التغييرات، وقد شبهتها في الكتاب بتلك الحجرة التي رميناها في واد. وهذا ما يحدث من تغيير داخل الواد عندما نرمي فيه هذه الحجرة هو ما حصل في أوروبا مثلا عندما دخلها المسلمون. لكن ماذا حل بالحجرة التي ظلت تحت المياه تجري فوقها؟ هذا ما نحاول أن نفهمه في هذا المهاجر. ما الذي حصل؟ أكيد التغيير حاصل في الجانب المجتمعات الأوروبية، هناك اختلاف، هناك عنصر جديد، ليس جديدا على المستوى الزمني، لكن هناك عنصر يبحث لنفسه عن مكان ويبحث لنفسه عن اعتراف، ويرى أن اختلافه لا ينفي كونه يمكن أن يكون واحدا من مكونات هذا المجتمع، مكون فاعل، مكون يعني يستثمر كما باقي مكونات هذا المجتمع. فهنا التغييرات الحاصلة حصلت على الوجهين، داخل السياق الأوروبي ولكن داخل أيضا المهاجر، فليس تماما. إذن يعني مسألة عملية جديدة. هلا ممكن نستخدم أحيانا المصطلح الإسلام الأوروبي، يعني لم يعد نحن المسلمون وهم الغرب غير المسلم. إذا لو عندنا نتحدث عن إسلام أوروبي، إذن هو مزيج من طرفين، هو أوروبي من ناحية، لكن من ناحية أخرى لم يكن أوروبيا أو أصبح أوروبيا أو كذا، أو يعني جزء من أوروبا مسلمين. لكن الملاحظ في أحد الاستبيانات اللي وضعتيها أن يعني كان الحديث عن أن عند سؤال الناس المغاربة عن نسبة التدين بينهم، هل أنت متدين، هل أنت متدينة أم لا، كان الحديث أن 90%، يعني هذا رقم مذهل، 90% قالوا أنهم متدينون. لا أعتقد إذا كنت تتحدث عن 90% هذه لا تخص المهاجرين المغاربة فقط، هذو المسلمين في أوروبا يعني هكذا عبروا عن أنفسهم يعني في دراسة ما. أوكي لكن في كل الأحوال، وكنا نتحدث عن حالات حتى فردية وخاصة، أنه كيف يؤسلم الشخص، إما أنه يؤسلم نفسه أو بمعنى أنه الطرف الآخر، وكنت تحدثتي عن إحدى الحالات، نعم. شخص يعني لا يعتبر نفسه متدين، ليس الإسلام جزء أساسي من هويته التي يقدمها الآخرين، رغم ذلك يعامل على أنه مسلم فيصبح مسلما أكثر من ذي قبل. هلا هذا 90% يعني كان في مؤشر عربي صدر عن نسبة متدينين في سوريا مثلا، أقل من ذلك بكثير، ربما النصف. فالسؤال هنا يعني وانت هذا البعد الديني شغال. دكتور حسام، ممكن تتأكدوا من الصوت، إنه الجمهور يكون الصوت ضعيف. بدنا نقربها هي أصبح. أعتقد الآن أفضل. السؤال عن هذا البعد الديني الإسلامي في مسألة الهوية، إلى يعني لأنه يعني هنا الدين يعني تحول
يعني بظن اللي عم بيقول متدين عم بيقول انه الاسلام هويتي، بمعنى ما انه هو الذي اقدم نفسي بالاخرين. فبهذا من خلال البحث كيف ظهر هذا البعد الديني الاسلامي في كونه مؤسسا للهويه او عائقا في الاندماج. هو صراحة في داخل البحث الدين أو التدين. الدين هو دين الإسلام الذي يصرح به المغاربة المستجوبون على أنه دينهم يعني الأساسي. والتدين، نمط تدين المغاربة أيضا أشرت لمكونات وهذا النمط التدين. يعني هناك تفصيل داخل الكتاب. لماذا؟ لأشير إلى نمط تدين مغربي واضح أنه منفتح على الآخر، لا يلغي الآخر، كما سبق أن أشرت في السابق في حديثي عن المغرب كمنطقة جغرافية مر عليها أكثر من دين، تدخلت فيها ثقافات، فالإنسان المغربي بمكونات هويته هكذا منفتح على الآخر. لكن الدين حينما نتحدث عنه على مستوى المقابلات كما طلبت دكتور، تدين المغاربة كيف ساعد أو لم يساعد في تقبل الاختلاف الثقافي. حينما أتحدث مثلا مع هذا الشخص الذي كان في مقدمة الكتاب، كان يعتبر نفسه شخصا ليس غير متدين non pratiquant ولكن هو شخص أصلا يرى نفسه غير منتمي للإسلام حين قدومه وهو في العشرينات من عمره. يعني فترة تفكير، فترة اكتشاف ذات، فترة تغيير مكان إقامته نحو بلد رسم في مخيلته صورة جد منفتحة، صورة جد يعني فيها حرية أكبر من المنطقة اللي جاي منها هو. فهذا الشخص حينما التقى بالآخر في ألمانيا، هذا الآخر عرفه مباشرة على أنه فلان المغربي الإفريقي المسلم بالضرورة كما قالها، يعني أنقل كلماته كما هي. فكلماته فرؤية الآخر له جعلته يعيد التفكير في هويته، في من أنا. فصار يتعامل مع السياق الجديد على أنه هذا الآخر الذي تراني عليه، لن أعرف نفسي وأشرح أكثر أنا ما تراني عليه. فمن هنا انطلق تفاعله مع المجتمع، مع الإعلام، مع أصدقائه في العمل، مع الكثير من الأمور. هنا بلور أو سمح لهويته بالتطور. هنا لم تعد تلك الهوية التي جاء محملا بها من بلده، بل استطاع أن يبلور أخرى انطلاقا من رؤية الآخر. وهنا يعني أحلت القراء الكتاب على هذه اللوحة لغوني ماغريت La reproduction interdite. هذه لوحة لتشكيل يعني من أروع ما أنتجته الإنسانية. له لوحة في العادة عندما نواجه المرآة نرى وجهنا بشكل بسيط، لكن هذه اللوحة تعبر على أنه ممكن أن أرى نفسي كما يراني الآخر، لنظرة الآخر تأثير على من أنا، على تعريفي بنفسي. فهذا جعل الكثير من الأشخاص الذين استجوبتهم يرون أن في الاختلاف رحمة، لكن حينما لا يتقبل الآخر اختلافي عنه فلا يمكنني أن أفعل أكثر. كما جئتك منفتحا، كما جئتك متقبلا للاختلاف، فيجب أن تتقبلني. لست مضطرة للتخلي عن مكونات أساسية من هويتي لكي أصير واحدا من هذا المجتمع أو شخصا معترفا به. هو هذا الكتاب يعني يسعى إلى أنه تغيير منظور الرؤية، بدل من دراسة العوامل الموضوعية من الخارج. هو يعني كان حديث أنه كيف تؤثر العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في اندماج أو عدم اندماج المغاربة. يحاول أن يكون بمعنى دراسة المواقف الذاتية، يعني بمعنى كيف يرى المغاربة أنفسهم، اندماجهم أو عدم اندماجهم، هويتهم أو عدم هويتهم. إذن هذه الرؤية الذاتية، لكن بمعنى هي موضوعية لأنها رؤية ناس
في الواقع، لكن ذاتية بمعنى أنه من منظور هم كيف يرون أنفسهم. هلا في هذا الإطار خلينا نقول، وحتى الدكتورة سوريا ذكرت هذا، كان في حديث عن خصوصية للنساء في هذا الموضوع. صحيح. سواء كانت الهجرة الأولى كانت رجالية لن أقول ذكورية، وحتى بعد ذلك تحولت نوعية هذه الهجرة. حتى في إحدى الإحصاءات التي ذكرتيها، ويعني ربما يعني الأهم الإحصاء تحليله، يعني بمعنى ما أنه 12% 12% كانوا يقولون يعني يودون العودة مقابل 5% من النساء. إذا يعني ممكن نحكي عن البعد النسائي في مسألة الهجرة. أكيد. البعد النسائي كما يمكن الاطلاع عليه في الكتاب، الهجرة المغربية إلى ألمانيا أو إلى أوروبا بشكل عام بدأت كهجرة عمال جاءوا إلى أوروبا، وبعد ذلك وصلت المرأة عن طريق لم الشمل أو التجمع العائلي. هذه كانت الانطلاقة، لكن بعد ذلك تحولت هجرة المغربيات إلى أشكال أخرى. أذكر من بينها هجرة النساء، هجرة غير قانونية، هجرة سرية. هذه كانت من بين الأنواع التي أتت فيما بعد. كانت هناك هجرة الطالبات مع الطلبة المغاربة كما يعني في فترة زمنية لاحقة. كان هناك هجرة يد عاملة ماهرة. فتنوعت الهجرات، لم تظل المرأة المغربية تلك كما ذكرت الدكتورة سوريا أنها هجرة تابعة للزوج لأجل تربية الأبناء، وأنيطت بها مهمة يعني التربية داخل المنزل فقط، بل تغيرت. لكن لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام. حتى هذا النوع الأول من الهجرة كان له الأثر الكبير على أجيال متلاحقة من المغاربة في أوروبا عموما وفي ألمانيا بشكل خاص. فهجرة النساء المغربيات أكيد لها بصمة خاصة، لها سياقات خاصة، لها حتى قوانين خاصة، لأن التغييرات القانونية التي أتت مع تعاقب السنوات وتعاقب الحكومات الألمانية كان هناك قوانين تسمح بهجرة أكبر للنساء. كان هناك اتفاقيات خاصة بالنساء. دكتورة سوريا يمكن أن تحكي أكثر عن الموضوع، لأنها كانت من دراستها من أبرز الدراسات التي وثقت لتاريخ الهجرة المغربية وخاصة النسائية. فكانت هناك يعني اتفاقيات لجلب النساء للعمل في بعض الميادين في ألمانيا. يعني لا يمكن أن نعتبر أنها كانت هكذا عشوائية، بل كانت في مسارات، في سياقات زمنية محددة بأمور، إما بتغييرات اجتماعية أو تغييرات قانونية أو غيرها. هلا مثل ما قلنا الكتاب هذا يعني ممكن الميزة أنه يقدم أصوات الناس نفسهم الذين نتحدث عنهم. إذن ليسوا مجرد موضوع، وإنما هم ذوات يتحدثون. هلا ممكن يعني نسمع يعني نعرف رأيهم في مسألتين يبدو المنطق واحد في الحالتين. هلا عند الحديث عن اللاجئين أو عن المهاجرين أو عن في هذا غالبا الحديث عن الصعوبات. عند الحديث عن الصعوبات يكون لدينا يعني أمران. من ناحية أولى إما أن نشتكي وننتقد ونعرض أو حتى نفكر بالعودة، يعني بمعنى أنه هذا المجتمع فيه صعوبات شديدة. أو حديث آخر، حديث كيف نجابه هذا التحدي ونحن قادرون على ذلك، ويعني وهذه روح مختلفة. يعني بدل أن النواح والشكوى والبكاء، هذا هناك حديث أن طبعا سيكون هناك صعوبات. يعني لا يتخيل المرء يعني في بلدهم لم يكن صعوبات، هنا صعوبات مختلفة، لكن يجب أن نجابه، نستطيع أن يكون das schaffen يعني إلى آخره. فسؤالي هو أي التوجهين كان أوضح عند الأشخاص الذين التقيت بهم؟ هل هو هذا يعني بمعنى أن الوضع صعب، هناك تمييز ضد النساء كما تحدثت سابقا عن بسبب الحجاب يمكن أن لا تستطيع العمل أو الوظيفة، أو بسبب أنا معامل مسلم فأنا درجة ثانية أو كذا؟ وهذا يمكن يعني بغض النظر عن موضوعية أو عدم موضوعية هذا الواقع، لكن كيف مواجهته؟ هل بالشكوى والنفور والكذا، أم بخطط لمواجهته وتخطي والنجاح رغم ذلك؟ بالنسبة لكيفية تعامل المهاجر المغربي أو المهاجرة أيضا مع هذه الوضعيات التي أسميتها أيضا بوضعيات نزاع،
نرفع صوت أكثر من هيك بتنصاب بالعين بعدها. فبالنسبة للفئة التي استجوبتها كانت ضروري الإشارة إلى هذا الأمر، فئات عمرية مختلفة، مستويات ثقافية وتعليمية مختلفة جدا، وأيضا صحيح يجمعها شيء واحد، هو أنهم جميعا أشخاص وصلوا إلى ألمانيا خلال 25 سنة الأخيرة، يعني ممكن 25 سنة أو خلال 3 سنوات الأخيرة حسب كل فرد وتجربته. لكن كيفية تعاملي مع هذه الوضعية التي لم أتخيلها، وضعية التي كنت أرى أنه مستبعد جدا أن أعيشها في سياق ألمانيا، سياق الحريات الفردية وسياق الحريات التي يمكن أنه لا تتوفر في سياق العالم العربي أو شمال إفريقيا. لكن رسمت صورة عن ألمانيا وأتيت إليها ربما أحلام، ربما يعني قرارات، مثلا قرار الهجرة دون تفكير في العودة. الكثير منهم المستجوبين عرفوا بداية الحلم بألمانيا أنه هجرة بدون تفكير في العودة. في لماذا مثلا تظهر فكرة العودة لدى البعض؟ طبعا التغييرات التي تعيشها ألمانيا أراها ليست تغييرات صعب تقبلها على المهاجر فقط واللاجئ، وإنما الكثير من الألمان أيضا يرون أن المجتمع يسير بخطى متسارعة وتغييرات سياسية أيضا كبيرة، فهناك ما يدعو للقلق. هذا القلق مطروح أيضا لدى المهاجر. مثلا عندما تحدثنا عن سيدة بحجاب، وعندما تحدثنا عن عدم المساواة في القانون، عندما تمنع السيدة المحجبة من مهنة التدريس في ألمانيا مثلا، وليس مهنة التدريس وإنما في الرياض للأطفال مثلا، هذا تراه المهاجرة المحجبة بأنه عدم تكافؤ، بأنه غير متوقع. الآن تطور الأمر أكثر مع شبكات التواصل الاجتماعي، صارت تجعل الأمور أوضح بالنسبة للمهاجر المستقبلي، المهاجر المنتظر. لكن رغم ذلك مثل هذه الصعوبات تجعل هذا المهاجر يفكر، يطرح أسئلة: هل هذا ما كنت أتمناه وأطمح إليه، أم أنني أخطأت التقدير؟ فماذا يمكن أن أفعل؟ هذه الأسئلة حول العودة. هل سأعود لمجتمع آخر أم أنا أعود لنفسي في واقع الأمر؟ فالكثير من الأسئلة الكبرى التي طرحها هؤلاء المهاجرين طرحتها أيضا كمهاجرة مغربية عن نفسي سابقا. لماذا أعود لأشياء لم أكن أعرف قيمتها وأنا في المغرب؟ لماذا أعود لأشياء تذكرني هذا الحنين الرومانسي، الحنين مذكور أيضا في الكتاب على أنه حنين مختلف لدى كل هؤلاء المستجوبين. هناك من يحن إلى أشخاص، هناك من يحن إلى أنماط حياة، هناك من يحن إلى رائحة ربما لم تعد متوفرة في زقاق صغير في المغرب. الحنين مختلف، لكن هناك حنين يجمع عليه يعني مش 99% ولكن 100% من المستجوبون. هناك شعور بالحنين لأشياء ما، لفترات ما، ربما لعدم توفرها في هذا السياق. لكن كيفية التعامل معها، هنا أعود لسؤالك، لم يبرز لي عنف في اتخاذ قرار. هناك تفكير، هناك محاولة لإيجاد منطقة وسط، منطقة تجمعنا في كما يعني أسميته العيش المشترك، الحق في هذا العيش المشترك. الأغلبية من المستجوبون مازال يريدون الحفاظ على حقهم في عيش مشترك في سياق مختلف. هل يساعدني هذا السياق؟ هل المتغيرات السياسية والاجتماعية في ألمانيا تساعدني على ذلك أم أنها تدفع بي إلى الوراء؟ هنا كان من أبرز ما سمعته من إحدى المستجوبات، هذا الصراع تجلى لي بشكل أكبر حينما تحدثت عن طفلها. تريد أن تربي طفلها في ألمانيا لأن ألمانيا توفر له الكثير من الأشياء التي ربما يجب أن تدفع الكثير من المال في المغرب لتوفرها له، بينما هنا لن تفعل. ولكن طفلها هو السبب الذي يجعلها تفكر في العودة إلى المغرب. طيب خليني أسأل السؤال نفسه، لكن يعني على موضوع مختلف.
أيضا في حالة تلاقي الثقافات، أو بمعنى وجود تخالط، أو بمعنى انتقال شخص من ثقافة إلى ثقافة أخرى، غالبا ما ينظر الأمر، أو يعني وهذا ربما يصحح لي إذا هذا، على أنه تحدي. كيف أربي أو كيف يكون طفلي في هذه الثقافة المختلفة؟ كيف أحصنه من هذه القيم المختلفة أو عن قيمنا أو مخالفة؟ أحيانا هناك من يبرر رفضه للاندماج أو حتى عودته إلى بلده لأنني لا أريد لطفلي أو لابني أو كذا. إذن يقدم على أن خطر العيش أو الحياة مع ثقافة مختلفة وفي ثقافة خطر، كيف يمكن مواجهته؟ هلا في نظرة أقل سائدة لكن برأيي يعني ضروري جدا حضورها، وهي أنه تلاقي الثقافات، يعني الانفتاح على لغة جديدة، ثقافة جديدة، قيم جديدة، هذا شيء يعني ممكن يكون مصدر لغنى. يعني بمعنى ممكن نغتني بآراء مختلفة، بقيم مختلفة، بتتوسع دائرة الرؤية. ما بقى المحرم عنا ما بياخد محرم بالمعنى الثقافي، يعني ما بقى ياخد انه هالصيغة الضيقة، لا، في قيم مختلفة. حتى التعرف على الأجنبي، على الغريب، بيصير له تعامل مختلف. سؤالي هنا أيضا هذا، من قمت بالحديث معهم من المهاجرات والمهاجرين، كيف رأوا هذه مسألة التفاعل بين الثقافات المختلفة؟ هل هو خطر؟ يعني في السياق السوري يعني لدي الكثير من الحوادث التي تؤكد أن هذا خطر، يعني بمعنى كيف التعامل معه، أم أن هذا مصدر غنى لأن ثقافة مختلفة إلى آخره. بالنسبة للمستجوبين طبيعة الحال، حسب اللي جاء في سؤال دكتور درويش، المهاجر المغربي والمستجوبون خاصة عندما يتحدثون عن الآخر لا يشكل بالنسبة لهم تهديدا، لأنه في تفاعلهم مع الآخر بدأ منذ أن كانوا في بلادهم الأصلية. الآخر المختلف دينيا أو على مستوى القيمي أو على يعني الكثير من الاختلافات عاشوها قبل الوصول إلى السياق الأوروبي. الخوف يطرح بالنسبة للمهاجر المغربي من المستجوبين هو الخوف من فرض نمط معين، فرض هوية لا يتبناها هذا المهاجر، فرض اختلاف بحدة تجعلني أنسلخ عن من أنا. لا أريد أن أعرف نفسي كما تريدني أنت، أريد أن أحتفظ بمكونات هويتي دون أن تحرمني من التواصل معك، من العيش معك، من أن نكون مجتمعا يعني مختلفا متعددا. هذا الخوف من المجتمع المتعدد ليس من سمات المغاربة، خاصة المستجوبون منهم. لماذا؟ لأنهم ألفوه سابقا. فالتخوفات ليست من التعددية، ليست يعني من الاختلاف. ذكرت لك أن هناك مركزية مغربية في الكتاب، يعني هناك بمعنى عند الحديث عن الهوية ليس هناك حديث أن هوية متعددة الأبعاد خارج المغرب، يعني بمعنى هوية المهاجر المغربي مغربية طبعا، لا يمكن، يعني ليس هناك إمكانية الحديث أن المهاجر المغربي يمكن أن تكون هويته غير مغربية أيضا. خليني أنتقل لمسألة كمان من أخطر المسائل في الحديث عن في الهجرة. هناك حديث على أن هناك ثقافات مختلفة تماما. إذن لدينا ثقافة مغربية، عربية، أمازيغية، إسلامية إلى آخره، ولدينا ثقافة ألمانية غربية. هناك كأنه الخطر هنا أول شيء عدم إدراك أن ضمن كل ثقافة هناك تباينات قد تكون أكبر من التباينات بين الثقافتين. يعني يمكن أن تجدي أشياء مشتركة مع ألمانية أو ألماني أكثر ما تجديه مع مغربي آخر. يعني هذا إذن ليس لدينا وحدات كاملة ثابتة بين ثقافتين، وكل واحدة فيها تباينات. يعني حتى الاندماج في المجتمع الألماني كأنه يصور المجتمع كأنه وحدة كاملة مندمجة كلها مع بعض. أحيانا يعني ألمان غير مندمجين مع ألمان آخرين، ربما المهاجر يندمج مع أحد الطرفين. فسؤالي إلى أي حد كان هذا الأمر؟ لأنه في دراستك يعني خليني أقول في بعض هذه التعميمات. التعميمات ليست بالضرورة خطأ، يعني كلمة نقول عن التعميمات يعني مثلا أنه المجتمع المغربي هو مجتمع فيه القيم الثقافية الأسرية العائلية الجماعاتية
أما الألمان فيميلون إلى الاستقلالية، يعني في جملة يعني مبهرة، هذا الشعب الألماني يشعر بالوحدة. يعني هذا هلا إلى أي حد هنا يعني يبدو هو ليس فقط حديث وصفي، يعني أنا لا أصف فقط، وإنما حديث فيه نوع من التقييم. هنا الناس بيحبوا بعضهم وعلاقات قوية وكذا، وهنا الناس بيشعروا بالوحدة، مع أن الاستقلالية لها مزايا هائلة، وهذه الحياة الجماعية لها سلبيات هائلة. ففي إطار هذه لما نتحدث عن ثقافتين، نعم، كيف كان فقط الحديث؟ لأشرح مسألة. بعض الأرقام أو بعض العبارات التي رأيتها مكتوبة قوية ومسجلة. مكتوبة، لكن أنا أعتمد في البحث الأكاديمي على دراسات سابقة. نعم. فحينما تصف دراسة ألمانية بالشعب الألماني بأنه يشعر بالوحدة، وتأتي ب يعني statistics، كيف لي أن يعني أن أجادل فيها دون أن يعني أن أقوم بدراسة مماثلة؟ فحينما نعود لدراسات سابقة يجب أن نحلل ما جاء فيها. وحينما أتحدث عن شوق المغاربة لهذا الدفء العائلي وعن فهذا جاء على لسان المستجوبين، يعني ليست أمور آتي بها من الخيال أو هو شعر نكتبه. كانت الدراسة دراسة بحث سوسيولوجي، فيجب أن أعود للأرقام، ويجب أن أستمع وأنصت لنبض وحكي، ويعني حتى بعض الاستجوابات وبعض المقابلات استمرت لساعات، بعضها لأيام، لأن الأشخاص فتحوا قلوبهم فعلا للحكي لحاجتهم لهذا الحكي. فمستحيل أن أستعمل عبارات شاعرية فقط لا ولكن لأن الحديث هؤلاء المغاربة كان في هذا الصدد. وأما النسب المئوية التي جاءت من دراسات ألمانية فتستعمل. السؤال ربما أوضح سؤالي، هل هناك حديث عن إيجابيات؟ يعني عندما نتحدث عن ثقافتين. عفوا أستاذ، يعني أرجو بدون مقاطعة الأستاذة، خلينا تكمل كلامها من فضلك، لأن كلام قيم ماذا تقول الأستاذة، فمن الأولى أن تنتهي بكلامها آنذاك وأنت أدرى بهذه المسألة. خليني أنهي كلامي ولا تقاطعني إذا سمحت، وبعد لأنه شكرا كثير. خليني أقول ممكن السؤال مو واضح لك. يعني من وجهة نظر من استجوبتيني، عندما نتحدث عن اختلاف ثقافي بين ثقافتين، هل كان الحديث في هذا الإطار عن مسألة هنا الاهتمام بالعائلة والقيم العائلية وكذا، وهنا الشعور بالوحدة؟ هل كان هذا الحكم المعياري أن هنا جيد وهنا سلبي، أم أن كان حكم أكثر توازنا، بمعنى أن هذا الترابط الجماعي له سلبياته وأصلا الناس يهربون منه أحيانا، وهذا الاستقلالية التي تؤدي إلى الوحدة لكن تؤدي إلى أشياء إيجابية؟ إذن الحكم المعياري المهاجرين المغاربة على هذا الموضوع، هل كان فقط أن هناك الجنة وهنا النار، أم كان أكثر توازنا؟ لا، صراحة لم يكن بهذه الطريقة. لم يردوا على الأسئلة بطريقة أن هنا الجحيم وهناك الجنة، بل لو كان وصلوا إلى هذه القناعات لعاد الجميع. فالجميع كان يستحضر الجانب الإيجابي والجانب السلبي في عيشه في ألمانيا، في تجربة الهجرة داخل ألمانيا وأوروبا بشكل عام. جميعهم يعني أبانوا عن مستوى كبير من فهم وإدراك ما يجب أن ندركها. نعم، نعيش الكثير من الأشياء التي ربما نحن في غنى عنها وقد نجد لها بديلا في بلداننا، لكن لا مانع في أن نخوض التجربة، وقد استمرت لأكثر من يعني منذ نهاية الخمسينات إلى اليوم. يعني وصلنا إلى الجيل الرابع ونحن يعني متفاعل. يعني لا أعتقد أن الهجرة المغربية هنا منغلقة عن ذاتها. المهاجرون المغاربة بشكل عام في أوروبا عموما وفي ألمانيا أيضا منفتحون على الآخر، يعني نجدهم في مختلف المجالات العمل، نجدهم في. فهذا الأمر لم يتضح لي أنه فعلا يقولون أن هناك الجنة وهنا النار. تحدثوا أيضا يعني في خلال طرح أسئلة حول التفكير في العودة إلى المغرب، الكثير منهم يوضحون بشكل، يعني ممكن أن أقول أكثر من نصفهم يتمنون فعلا العودة فورا، لكن يفكرون في
الأسباب التي تجعلني أتخذ الخطوة فعليا. هناك تعايش داخل ألمانيا، هناك اندماج، هناك وجد لنفسه مكانا في ألمانيا، لكن ينقصه أشياء. هذه الأشياء لا تنقصه نفسيا فقط، ولكن يطالب بتفعيل أكبر لمساواة أكثر في هذا العيش المشترك. نحن نطالب به لأنه حق كما للآخر الغريب عن ثقافة المغربية ويعيش داخلها حقوق. وهذا يعني في كل الأوطان، في كل البلدان، في كل السياقات هناك هذا السجال. المواطن المغربي المستجوبون بشكل خاص أبانوا عن رغبتهم في بناء مجتمع يتقبل الجميع. هذه نقطة لم يختلف عنها المستجوبون. يرغبون فعلا في أن نصل إلى أن يحترم اختلافي كما جئتك محترما لاختلافك عني، متقبلا له، متعايشا معه. لكن هنا نقطة، يعني أنت أشرتي في الكتاب إلى أنه للمقومات الثقافية للهوية، وهنا يعني يمكن أن تكون يمكن تصبح مقومات الهوية الثقافية أداة لتغذية الصراع. صحيح. يعني إذن هذا يعني اقتباس من الكتاب. السؤال يعني هنا خلينا نقول هذا خلاصة الكتاب في الحديث عن هوية المهاجرين المغاربة وسؤال الاختلاف الثقافي. إلى أي حد من خلال ملاحظتك أنت الموضوعية أو من خلال الآراء الذاتية التي تلقيتها، إلى أي حد كان في الهوية الثقافية التي بحثت عنها أو عبر عنها كان هناك مقومات للصراع أو مقومات لتقبل للاندماج أو مسميتيه، من دون أن يكون هذا الاندماج تخلي عن الهوية كما يعني. هنا يمكن أن أقول بشكل واضح أنه تقبل الاندماج ومحاولة إيجاد فرصة لعيش مشترك كانت الشيء أو الرأي الغالب أو حتى الاختيار الأوضح بالنسبة للمهاجرين المغاربة، لكن يرفضون بشكل علني أن يتم فرض تخلي عن بعض من مقومات هوياتهم. هذا الرفض أراه مشروعا، يعني هذا رأي خاص، أراه مشروعا لأن الإنسان خارج سياقه يعيش هذا الحنين، فأبسط ما يمكن أن يطالب به هو احترام اختلافه، وخاصة ونحن نتحدث عن سياق أوروبي، نحن نتحدث عن صورة بناها هذا الشخص المختلف، فكيف له أن يغير إدراكه لهذه الصورة، يصحح هذه الصورة بهذه السرعة؟ يحتاج أولا وقتا، يحتاج ثانيا مواكبة. هذه المواكبة كيف يمكن أن أفكر في مواكبة شخص غريب في سياق جديد؟ مثلا مواكبة الإعلام، كيف يقدمني الإعلام الألماني، كيف يتحدث عني الإعلام الألماني، كيف أرى تجلي صورتي في الإعلام الألماني. لهذه الصورة انعكاس على المجتمع، انعكاس على شباب ألمانيا. وهنا أستحضر شخص يعني كنت أعرفه قبل قدومه إلى ألمانيا وعرفته بعد قدومه إلى ألمانيا، فأتصل به لأجل أن أجري المقابلة، وأنا أعلم أن هذا الشخص ألماني أكثر من الألمان قبل أن يأتي إلى ألمانيا، معجب بالثقافة الألمانية ودرس اللغة الألمانية لسنوات طوال قبل أن، وتخلى عن يعني بوست مهنة في المغرب ربما يحلم بها آلاف الشباب يتمنون مثل هذه المهنة، فتخلى عن كل شيء فور حصوله على فيزا ألمانيا. لماذا؟ لإعجابه بثقافة الحريات، بالتاريخ، بالفلسفة، بالكثير من الأمور، وجاء إلى ألمانيا واندمج ودرس اللغة الألمانية في المدارس الألمانية لأبناء الألمان. لهذه الدرجة هو متشبث بالحلم الألماني. فإذا بي أكتشف في أول الحديث أن هذا الشخص سيعود بعد 3 أشهر إلى المغرب، فأنا بالنسبة لي هذه صدمة، لأنني أعرفه على أنه ألماني أكثر مما هو مغربي. أعرف أنه مندهش ومعجب بالعيش في ألمانيا أكثر منه في المغرب، فيفاجئني لا، أنا قمت بشراء بيت في المغرب وسأعود إلى المغرب. لماذا؟ هنا أستحضر كل هذه النقاط التي تحدثنا عنها. الإعلام كيف شكل صورة جديدة للشباب الألمان،
اليمين المتطرف والخطاب اليميني المتطرف في الإعلام الألماني، ولكم في التيك توك نموذج، ولكم في ما يفعله الAfD والمحتوى الAfD على تيك توك، وماذا فعل بشباب ألمانيا. الآن يمكن أن تجالس شخص ألماني تجاوز سنه 70 وتراه أكثر تفتحا وأكثر تقبلا للمهاجرين من شخص ربما في عمر صغير. لا أعمم، ولكن قد لماذا؟ لتأثير الإعلام الجديد ولسوء استغلال الإعلام من طرف العنصريين الألمان، اليمين المتطرف. يسلموا كتير. ممكن دكتورة سوريا معنا أنت لسه؟ هو يفتح لنا الصوت. لا الصوت ما عم بسمعك أنا من عندي. ثواني ثواني، إذا ممكن تعلوا الصوت هنيك. ثواني دكتورة. الفكرة واضحة. نعم ستتضح أكثر فأكثر. مساء الخير دكتورة، بتسمعيني هيك؟ مساء الخير، أنا بسمعكم. طيب أنا بدي ممكن إذا يعني تعقيب، خلينا نقول 3 إلى 5 دقائق ماكسيموم. رأيك بالمواضيع اللي انطرحت، سواء بمعنى البعد يعني ما راح أرجع أعيد الأسئلة بما أنك تابعتي. إذا في لك أي ملاحظات أو تعقيبات فحابين نستفيد من تفضلي. شكرا. في الأول أحب أبدأ فيما يخص الهوية والصورة اللي حكت عنها مجدة اللي ورثها في الكتاب، لأن دائما الهوية هو سؤال من أنا وكيف يراني الآخر. وما دام أن الهوية يعني هي في دائما صورة المجتمع كيف ينظر لي، وهي في سياق الهجرة يعني متعددة، فهذا عادي أن المهاجر كيفما كان، سواء كان مغربي أو أوروبي أو من دولة أخرى، فهذه الصورة دائما تتجدد عن نفسه، ودائما هذا السؤال يطرحه عن نفسه من جديد: من أنا وكيف يراني الآخر. فيعني نفس يعني المثل اللي قدمته من هذا اللي كان مبهورا بألمانيا وبالآخر حصلت هذه المفاجأة ويعني ورجع إلى المغرب، فهذا يعني دائما فيكون دائما هذه النقطة حاصلة. ثانيا إلى النقطة الثانية، هو أن ذكرت مجدة أنها قالت أنها الناس اللي تحدثت معهم كانت سنوات الهجرة إلى ألمانيا ما بين 3 إلى 25 سنة، فهذا يعني أنه من الجيل الأول، يعني من الجيل الأول، لأن دائما نحكي فيما يخص الهجرة هناك جيل أول، جيل ثاني، جيل ثالث. فالجيل الأول بصفة عامة، سواء الجيل اللي جاء في الستينات أو السبعينات أو التسعينات أو حتى الجيل اللي جاء في بداية 2000 أو 2015، فهذا يعتبر دائما الجيل الأول. والجيل الأول دائما يكون أهم شيء عنده في الهجرة هو الاحتفاظ باللغة، الاحتفاظ بالدين، والاحتفاظ كذلك بالتقاليد. فلذلك فقالت أن الناس اللي حاورتهم أو جرت معهم هذه الحوارات فكانوا يركزون على مسألة الغيليجون، على مسألة الدين، على مسألة الإسلام، لأنه هذا بصفة عامة دائما الجيل الأول، فهذه هي أول ركيزة يحاول أن يثبتها، لأنه كذلك رؤية الآخر إليه يعني تغير نظرته إلى نفسه. فهذه دائما هذه الأشياء فهي في أخذ وعطاء. ثاني شيء هو أنه الجيل الثاني نعرف أنه يكون نوع من الشبانونغ، نوع من الصراع، من الكونفليكت. والكونفليكت في حد ذاته أنا بعتبر أنه هذه الصراعات والكونفليكت بصفة عامة يعني أي حاجة فيها نوع من الغايبونغ erzeugt Energie und Spannung, also Energie und Wärme. في مشكل في لا تمام. اوكي، لان افتكرت انه ما بتسمعوني. لا نسمعك، كلنا اذان صغير. اوكي شكرا. فالمشكل دائما بيكون في افاتوم بتاع الاسره، بتاع الاباء، كذلك الافاتوم بتاع المجتمع، لأن الأغلبية الوقت يقضيه الأطفال يعني خارج البيت في المجتمع الألماني، سواء في الشغل، في المدرسة، في الشارع، في الرياضة، في البغوف والقشلاش تغولن. كذلك إن بنعرف إنه تربية الأسر بصفة عامة العربية المسلمة
المهاجرة تربيتهم للأولاد غير تربيتهم للبنات. فهناك كذلك مشكل Geschlechterrollen, يعني wie werde ich dann auch von den anderen wahrgenommen als Frau und wie werde ich auch von der Familie. والمشكل الثالث أظن اللي موجود فيه الآن الجيل الثالث هو هذه الهيبريد إيدنتيتيتن، وهم يعني يتحركون بين هذه العوالم. والمشكل المطروح هو هذه الأوسغرenzung والديسكريمينيرung und nicht Teilhabe. انتم اللي عندكم ان شاء الله بكره الانتخابات في الكومونال فالن في نورد فيستفالن. فهذا المشكل اللي مطروح، يعني كيف هي هذه المشاركة السياسية، لأن الألمان بسياق الهجرة تعودوا على هذاك المهاجر الذي يصمت، يعني اللي جو في الجيل الأول يعني einfach schweigen und nicht teilhaben. وهذا يعني الجيل عنده ثقافة ثانية، عنده ثقافة جديدة، möchte sich einmischen، möchte auch teilhaben. هذا هو الصراع. وكذلك إنه كما ختمت يعني المداخلة، هم يعني يودون حق تعرف أنفسهم بأنفسهم، يعني sie lehnen diese fremde Bestimmung ab، يعني إنه الآخر هو اللي bestimmt über mich، يعني هو اللي يعني يقول لي شو أعمل وشو ما أعمل وشو ممنوع، لأن بيعتبروا هم نفسهم إنهم هو مواطن هذا البلد، إنهم عندهم ثقافة مختلفة، وهذا الاختلاف لازم يحترم، muss wertgeschätzt werden، وبأن هذه الفيلفالت وهذه الديفازيتيت muss ausgehandelt werden، لأن الاختلاف طبيعة الحال هو يعني شيء صعب، ولكن يعني هم يودون أن يحترمون dass sie akzeptiert werden, wie sie sind, und nicht, dass die anderen über sie bestimmen und fremdbestimmt werden. لأنه أنا الطرق بحكي بالألماني، فعشان هيك يعني بدخل كلمات ألمانية. ونقطة فقط واحدة أود فيما يخص موضوع النساء. فالنساء المغربيات يعني بخداد المجتمعات الأخرى، فنساء مغربيات جو في السبعينات كعاملات، يعني بدون أسر، بدون تجمع عائلي، كانت يد عاملة مغربية نسائية، وهم اللي يعني في الآخر التحقوا بهم أزواجهم. وفي نفس السياق أظن أنه المرأة بالرغم أنها يعني في هذا المشكل بتاع الاندماج بالمعنى الذي يطلبون منهم الألمان، إنه مثلا في الثمانينات كانت ألمانيا عرضت على المهاجرين الألمان والأتراك العودة إلى أوطانهم، وأنهم تعطيهم يعني تعويضات مادية. فكثير من الآباء الأسر يعني اعتبروا أن هذه فرصة ورجعوا إلى المغرب أو إلى تركيا. وفي أمهات كثيرات يعني رفضوا ذلك من أجل أبنائهم، لأن شافوا أنه مستقبل أبنائهم هو في ألمانيا، فيعني فضلوا في ألمانيا وربوا أبنائهم كأمهات يعني allein erziehen und sie haben es geschafft. يعني كثير من البيوغرافيات بيّنوا أن النساء المهاجرات sie haben jetzt يعني فضلوا أبنائهم على أنفسهم. وفي نفس الشيء فقط نقطة الأخيرة فيما يخص البيضات الأخيرة هي الكل يعني هل الألمان يعني هم يحسون بالوحدة، والمغاربة أو الناس اللي جاية من المجتمعات دول الجنوب إنهم يعيشون في أسر وفي تجمعات، فالشيئين يعني فهو سيف ذو حدين، يعني إن الكولوفيتيسموس اللي عايشين يعني هذه الجماعات فيكون دائما ضغوطات على الشخص، إن الحرية الشخصية دائما تكون قليلة. وفي نفس الوقت هذا شيء، وأظن إنه الشيء الإيجابي هو الأخذ من الثقافتين ومن الفكرتين، لأنه المشكلة إنه أظن حكت مجدة كذلك عليها، إنه
أي مغربي سواء الآن عايش في برلين أو نوردغين فيستفالن، في تأثيرات المنطقة هو اللي عايش فيها، وتأثيرات كذلك المنطقة اللي هو جاي منها من المغرب. فكل بيوغرافيا هي بيوغرافيا مختلفة، وكل بيوغرافيا عندها تجارب مختلفة. ويعني والتعميم، احنا في البحث العلمي لازم أرقام. والمشكل أظن المطروح هو النقطة الأخيرة، هو الإعلام، هو الإعلام والخطابات السياسية. اللي كيكون عندها أظن يعني ناراتيف راسيستيش أوسع. شكرا. شكرا كثير لك. بس ممكن تعطينا المايك؟ شكرا. مرة نحكي مشان ما يطلع الصدى الثاني كمان. دير الكاميرا لو سمحت، خليه قرب له. طيب شكرا كثير دكتورة سوريا على هالمداخلة، وخصوصا النقاط ما بعد الأخيرة كانت يعني ضرورية ومهمة. طيب اللي في عنده رح ناخذ الأدوار من إذا ممكن توطوا الصوت هناك. ايش مختص اوكي. طيب رح ناخذ بس قبل ما ننهي إيه. نلتقي. اوكي مشي الحال. طيب شكرا. إذا رح ناخذ هلا 3 أسئلة من الموجودين الحاضرين هون، وبعدها ممكن في 3 أسئلة على البث المباشر ناس عم بيسألوا، وممكن بالزوم كمان 3. بس يا ريت قبل ما طبعا أعطي مجال الأسئلة، ويا ريت تكون يعني سؤال واضح ومحدد مشان نحظى بأكبر قدر ممكن. في معك بدك تعلقي دقيقة قبل ما تفضل. فقط لإنهاء الفكرة السابقة عن الشخص الذي اختار العودة، كما قلت كان يدرس، فكان في حكي سبب قرار العودة بعد حصة بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، وبعدها كانت انتخابات في ألمانيا، فكان حق للشباب من 16 سنة أنهم يصوتوا في خلال هذه الانتخابات. هو يدرس البكالوريا، فكان عنده شباب صوتوا، فسأل عن من اخترتم من الأحزاب، فكان هناك تخوف من مشاركة الاختيارات، لكنه فسح يعني المجال، فوجد أن الأغلبية في فصله صوتوا للAfD، فسأل لماذا، فكانت الأجوبة من بعض يعني الأشخاص، من بعض الطلاب، أنهم سيطردون المهاجرين. فقال لهم أنا أستاذكم الذي أدرسكم لغتكم الأم مهاجر. فكانت الأجوبة محاولة للتخفيف عن وطأة الإحراج الذي حصل، ويصفونه بأنك لا أنت طيب. أخيرا أي بعد أخيرا هلاك تعضبنا بالأخير. هذه فقط لأنهي هذه القصة. لكن بالنسبة للبحث الأكاديمي أو حتى عملي الإعلامي لأكون صريحة، هو أحاول ما دمت أخوض هذه التجربة، تجربة الهجرة، أن يكون يمنح صوت لمن اعتبر دائما رقما، لمن اعتبر موضوعا نناقشه ولا نناقش معه. فالبحث حاولت من خلاله، يعني هي محاولة ولا أدعي فيها المعرفة التامة، ولكن محاولة خضتها بشغف مع مغاربة يعيشون في مختلف الدول. الماستر الذي جمعنا كان ماستر فريد من نوعه وأول من نوعه في المغرب، معي زملاء حاضرين هنا والأونلاين. فكان ماستر يجمعنا من مختلف البلدان وأيضا مغاربة الداخل، لندرس الهجرة، لندرس الإنسان المغربي المهاجر على مختلف المستويات، نفسيا اجتماعيا وبمختلف الأساليب. لكن وجدت في البحث الكيفي الأنسب ليوصلني لسماع صوت ولسماع حكي هؤلاء المغاربة، لنشارك تجارب ونعطي أيضا رأيا في مجتمعات نعيش فيها، لا نظل موضوع بحث. خلصت نقطة بعد الأخيرة. شكرا كتير. طيب مين في بيحب يكون عنده أسئلة أو تعليق؟ شوقي 1 2. لا بدنا أيوة 3 لأنه صار رجلين يعني، فمشان ننوع هذا. شوقي أول شيء تفضل. شكرا. هذا من شوقي سدمتك. بعد كل واحد يتكلم يا ريت تعيد السؤال، كل الناس عشان يسمعوا ايضا في التسجيل. اوكي خلينا نقول هذا
خلي بالك كنت اتمنى عنك خليك ايه اشرقيين انا ما كانت مميزه يلا ولا يهمك. أنا أردت أن أسأل سؤال. بس علي صوتك تفضل سمحت. أنا أردت أن أسأل سؤال له علاقة بسؤال الدكتور حسام، سؤال الجنة والنار. نعم. لأنه في العادة معناها شكرا أول شيء على البحث، لأن البحث في السوسيولوجي في علاقة بالهوية المغاربية هو بحث جديد في الحقيقة، والأرض أرض بور يعني، وستكون بطبيعة الحال لها أشياء مختلفة، وهذا شخصيا أنا يساعدني جدا معه. وفي علاقة بسؤال الجنة والنار الذي طرحه الدكتور حسام، يعني عادة أنت لما تسألي سؤال يتعلق بالرضا فهناك أجوبة مختلفة، وهذه الأجوبة متعلقة بالشخص الذي طرح على السؤال، بمعنى أن هناك بناء على تجربة الخاصة مع اللاجئين فالأمر يتعلق الجواب جواب ذاتي. فهناك كثير من خلال علاقتي بالتونسيين والمغاربة هناك تعدد وتنوع في الإجابة. هناك أناس تسألهم مثلا يقولون نحن راضون جدا ولا تعنيهم تربية أولادهم، بالنسبة لهم أتوا إلى ألمانيا من أجل العيش فقط. هناك أناس أتوا في السبعينات وفي الستينات وفي الثمانينات ثم بعد تدينوا، يعني عرفوا أن هنالك هوية لابد أن يعودوا إليها. السؤال وين السؤال؟ السؤال هو كالآتي، يعني هل أنت بطبيعة الحال عرفتي أو حللتي ما هي الفئة التي عبرت عن رضاها والفئة التي لم تعبر عن رضاها وما هي الأسباب في ذلك؟ طيب شكرا جزيلا إذا سمحتي. إذا بس خليني أعيد السؤال أول شيء، يعني أكرر السؤال مشان يسمعوا هذا. إذا هناك تنوع كبير في الإجابات بين الأفراد. السؤال هنا يعني هذا التنوع هل كان بالإمكان تصنيفه وفق لفئات أو أنواع، أو عرفنا أن هذه الإجابة أو تلك ظهرت من هذه الفئة أم تلك، لكي نعرف كيف يعني نضبط هذا التنوع الكبير في الإجابات المحتملة أو التي حصلت عليها. تفضلي. شكرا لك. في المقابلات ديالك هدرتي مع المهاجرين غير القانونيين أو يعني مع الحرارة تمام أو غير مع المهاجرين القانونيين؟ إذا السؤال بوضوح من قمت بالحوارات معهم، هل كانوا كلهم مهاجرون قانونيون أم كان بعضهم مهاجرين غير قانونيين؟ ممكن تعرف بحالها؟ اسم بالله إذا سمحتي. اسمي جوما وأنا باحثة يعني في سوسيولوجيا عن الحرارة. يعني شكرا كثير لك. مين قلنا الثالث كان هلا؟ تفضل بس إذا سمحت خذ المايك من عنده من عندك. شكرا. شكرا جزيلا كريم الغازي. عندي أول تعقيب بسيط على مسألة أولى ذكرتها الدكتور بالنسبة لمسألة الحديث في الكتاب عن المهاجر المغربي في السياق الألماني. فالمهاجر فذكرت بأن المغربي هو يبقى ذات حمولة أو يعني ذات هوية مغربية. الكتاب أعتقد بأنه كان هناك ربما فهم يعني يختلف عن سياق أو فحوى أو إشكالية البحث في حد ذاته، لأن الكتاب يتحدث عن تشكل هوية المهاجر المغربي الحامل لهذه الهوية المغربية، لكن تحاول الدراسة أن تدرس الاختلافات أو إعادة تشكل هذه الهوية المغربية في سياق جديد. إذن فالمغربي هو حامل لهوية أتى بها، وفي السياق الألماني في السياق الجديد سوف يعمل هذا السياق الجديد على تغيير هذه الهوية المغربية. وبالتالي الدراسة كما فهمت من إشكاليتها أنها تحاول أن تدرس هذا الاختلاف أو هذا الاصطدام أو التصارع بين الهوية الأصل والهوية المكتسبة في السياق الألماني، وما هي المعطيات أو النتائج التي يمكن أن يخلص إليها هذا الصراع. وطبعا كل صراع هو سبيل وسبب في التطور كما ذكر هيراقليطس. السؤال أرجع إلى السؤال يتعلق بالصدمة الثقافية أو ما يسمى في الألمانية كولتور شوك.
يعيش المهاجر سواء كان مغربيا أو أي مهاجر، لكن هنا الفوكس أو الهدف هو المهاجر المغربي في السياق يعيش صدمة أو عاش صدمة ثقافية يمكن أن أسميها بالصدمة الثقافية الأولى، ثم بعد ذلك أن هناك محاولات للعودة إلى البلد الأصلي نظرا لأسباب متعددة لا داعي لذكرها. إذن هنا نتحدث في ظل هذه العودة إلى البلد الأصلي، هل يمكن أن نتحدث من جديد عن صدمة ثقافية معاكسة يمكن تسميتها بالصدمة الثقافية الثانية، لأنه عندما خرج من بلده فعاش صدمة ثقافية في السياق الألماني، عاش ثقافة جديدة، أديان جديدة، عادات ما إلى ذلك، وفي ظل هذا الاندماج داخل السياق الألماني قد تناست أو تم نسيان أو التناسي بعض الأشياء التي خلفها وراءه في السياق الأصلي. لذلك عند العودة هل يمكن أن يكون هناك يعني صدمة ثقافية تجعله يفكر وضح السؤال في العودة أم أنه يتراجع عن هذه العودة لأنه اندمج في ثقافة جديدة وبالتالي الثقافة الأصلية صارت يعني متقادمة. شكرا كثير مجد. معك 3 دقائق، كل سؤال دقيقة يعني، وأحيانا ممكن أقل. بالنسبة للسؤال الأول حول الجنة والنار وهل إذا بس خليني أعيد السؤال الثالث لأنه يعني مضطرين بما أنه نقول نعيده. السؤال أنه في حديث عن صدمة ثقافية من طرف أولى. بدي أقول أنا لأنه مو مشانك أنت، مشان التسجيل هذا. إذا هناك حديث عن صدمة ثقافية أولى عندما ينتقل المهاجر من بلده الأول إلى بلده الثاني. الحديث هنا عن صدمة ثقافية ثانية عندما يعود من بلده الثاني إلى بلده الأول بفعل الاندماج أو التعايش أو ما اكتسبه في هذا البلد الجديد. إذا هذا السؤال الثالث. تفضل يلا الآن. بالنسبة للسؤال الأول، هل حللت الفئة التي عبرت عن رضاها من عدمه؟ الأشخاص اللي تم استجوابهم كانوا أكثر من 35 وأنا لم أستعمل كل الإجابات لأن بعضهم كان خارج فترة زمنية الوصول إلى ألمانيا 25 سنة، لكن التحليل كان بجعل المضامين نصوص مكتوبة وتحليل الكلمات المستعملة فيها، وهنا بدأ يعني استخلاص الخلاصات من حكي المهاجرين المغاربة، لكن بشكل عام لم أصنف حسب مثلا العمر أو حسب المستوى الثقافي أو شيء، هم كانوا مختلفين. التحليل كان للمحتوى ككل في جداول وباتباع يعني المنهجية الكفيلة بذلك. بالنسبة لسؤال الحراقة أو المهاجرين غير القانونيين، طبعا نعلم أن الهجرة المغربية إلى ألمانيا في أغلبها كانت هجرة قانونية. الحراقة في ألمانيا قلة قليلة، وقليل منهم من استمر في ألمانيا، فوجدت 2، واحد منهم كان جاري ولحسن حظي، وواحد من الثاني حالني عليه الجار. فكان يعني هناك حضور للحراقة. تحدثت مع آخرون لكن وجدت أنهم غادروا إلى سياقات أخرى مثل إسبانيا وفرنسا لسهولة يعني الحصول على وثائق إقامة. بالنسبة وآرائهم يعني لا تختلف، يعني بإطار مجمل لا تختلف عن المهاجرين القانونيين في ألمانيا، ولكن سووا الوضعية، ليسوا بحراقة بعد الآن، يعني هم يعني قانونيين حاليا. بالنسبة ل المهاجرين غير الشرعيين، المهاجر غير الشرعي بالدارجة المغربية حراقة هو المصطلح اللي استعملته الشابة. فبالنسبة لسؤال العزيز كريم، الصدمة الثقافية الأولى والثانية، أكيد أن الصدمة الثقافية الأولى عاشها المهاجرون المغاربة ويعني بحدة متفاوتة بين شخص وآخر. بالنسبة للحديث عن صدمة ثقافية ثانية، هذا موضوع يحتاج دراسة بكل صراحة، ولكن أعتقد أنه في ظل وجود شبكة التواصل الاجتماعي وفي ظل سهولة سفر المغاربة إلى بلادهم من ألمانيا، لا أعتقد أنه لن يحسب لها حساب.
ولا أعتقد أنها ستكون صدمة كبيرة، لأن التحول في داخل المجتمع المغربي صار واضحا، والاختلاف ما بين مناطق اللي ممكن يعيش فيها العائد من السياق الأوروبي أيضا يمكن أن يتم دراسته. ما يتحدث عنه المغاربة الآن في تفكيرهم عن العودة، وهنا كانت الوضعيات اللي تحدثنا عنها في ظل التفكير في العودة. الأغلب يعني من المستجوبون كان يتحدثون عن رهانات مادية أكثر منها أشياء أخرى لأجل اتخاذ القرار، ويعني يعني فعليا تفعيله. شكرا كثير. إذا بس يعني تثمينا للحضور الشخصي هون رح نعمل جولة تانية، بس يا ريت أسئلة سريعة. إذا 1 2 صاروا 4. ما في عنصر نسائي. طيب رح ناخذ ال4. 1 2 3 4. تمام. خلينا نخلص من اليساريين هدول والروع على اليمين. على قلب المكان يسار. قد لا أكون فكريا يسار. صح، عفوا. بس لي لايف انطفى. بس يا ريت تكييف سؤال لانه انا بدي ارجع. تفضل. لا صراحه انا عندي سؤالين بس راح ممكن نكون بسرعه اذا السؤال الاول قلتي انه المغاربه انفسهم هن مكونين من كذا عنصر ممكن او يعني مختلفين ثقافيا. هل انعكس كمان ضمن الفئات المختلفه مقاسات مختلفه بالتجربه ضمن الثقافه الالمانيه؟ يعني هل كان لبعض مثلا المختلفين دينيا اختلافات واضحه تعود اسبابها للاختلاف الاساسي بالمغرب؟ وشو الاسباب يعني؟ واي عنصر من العناصر يمكن يعني كان له اثر اوضح، هذا الدين او اللغه او اي شيء من الاشياء. السؤال الثاني هو انا مبالي هدول السؤالين. ممكن اسال سؤال ثاني ولا؟ اكيد. السؤال الثاني هو كيف يعني كيف تمت الموازنه بين هاي الدراسه يمكن رح اسميها انا المرآتيه انه من ذوات اشخاص اخرين، وبين انه الاحصائيات وانه ما تحولي الاشخاص لارقام وتعطي نتائج مبنيه على احصائيات معينه تكون لها وزنها العلمي. كيف تمت الموازنه بين الامرين؟ تعطيني المايك اذا سمحت. اذا بس مشان سرعه، اذا بس خليني بسرعه. اذا اعطيني هلا انت هذا بعده. اذا السؤال الاول مشان نقوله انه المهاجرين متنوعين، اذا في عوامل مختلفه بتاثر في اندماجهم او عدم اندماجهم في مساله هويتهم. الى اي حد هذا التنوع كان له يعني بمعنى هذا هاي المدخلات كان لها نتائج في المخرجات. السؤال الثاني الموازنة بين الأرقام والحكي. تماما. إذا قلنا أنت في بحثك تقولين أنك تتجاوزين الدراسات السابقة التي كانت تركز على العوامل الثقافية الخارجية، يعني بمعنى من رؤية خارجية رؤية الباحث المؤثرة في عملية الاندماج وتشكل الهوية أو إلى آخره، إلى الحديث عن وجهة نظر المهاجرين أنفسهم في هذه المسألة. إلى أي حد كان هناك، إذا كان تطابق أو عدم تطابق، تباين أو اختلاف، يعني ما الميزة التي يمكن أن تقدمها هذه الوجهة النظر الجديدة في هذه العملية. مين كان الثاني؟ خلينا اليمينيين. مين نبدأ؟ يلا. مساء الخير، أنا اسمي وائل الزهراوي، درست عليا في القانون الجنائي من سوريا، من مدينة هذا الرجل الجميل، من حلب أنا نفس المدينة. أنا والدكتور حسام. الحقيقة إنه أنا ما عم بحسن بشوف الأستاذة. الحقيقة إنه نحن ما بنقدر نقول إنه في مشروع ثقافي أو معرفي أو سوسيولوجي أو حتى يعني بمجال الفلسفة أهم المشروع اللي قدمه الدكتور العظيم الخالد الأستاذ اللي علم محمد عبد الجابري في نقد العقل العربي، وما رد عليه جورج طرابيشي بنقد العقل العربي. وبالحقيقة إنه الدكتور عبد الجابري وجورج طرابيشي على حد سواء أشاروا إلى وجود، يعني أنا ما بدي أروح اللي أنت رحتي له من حيث انعكاس الهوية المغاربية في الخارج، وإنما في عمق الهوية المغربية في الداخل، تشير إلى أنه مجموعة العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية حتى الدينية أدت إلى وجود تحرر معرفي عقلي فلسفي عند المغاربة أكثر من الشرق، لدرجة أنه انقسم المشرق إلى قسم فكري، بينما المغرب أخذ قسم فكري آخر. هذا اللي يعني ينتقد جورج طرابيشي بأنه الجابري يحاول أن يؤسس المعرفة العربية بأكمل على أساس
مغاربي وليس على اساس مشرقي. السؤال من حيث انه هو يعني اكثر حريه. وين السؤال؟ السؤال هو انه هو طبعا تعليق اكثر من السؤال، لكن هو بده يحاصرنا دوما. اكيد. بالهاشتاج هذه الجميله انا بحبها. انه المغرب بحد ذاته حقيقه يعكس هويه ثقافيه اقوى من كل المكونات العربيه. انا كانسان شفت على مستوى العالم، يعني اذا بتروحي على دبي بتشوفي كمثال انه المغاربه لهم صدى حقيقي وتجسيد واقعي على مستوى الثقافه والطعام وجلب الاخر. نحن نحب المغاربه ونحب المغرب، انا كمشرقي من حلب اكثر من غيرهم، اسمحي لا اسمح، بنحبهم جدا هذول الجماعه. فهو لما لم يؤثر الانفتاح الداخلي اللي يعيشه المغاربه اكثر من نحن المشرقيين؟ كل الايديولوجيات المتطرفه معنا نحن. فالمغرب يعيش اصلا حاله انفتاح فكري وثقافي وعقائدي، هذا يجب ان يؤهله الى قبول اندماجه مع الاخر اكثر من العنصر المشرقي. اذا هذا مهم في السياق. شكرا كثير. تعطينا المايك والله اسف. بس اذا سمحت، اذا خلينا نقول طبعا الجابري والطرابيشي كانوا عم يحكوا عن العصور الوسطى، ما كان الحديث عن هلا ابدا. بالنسبه لا كمان حكى عن الحديث كان عن ابن رشد وابن سينا والسهروردي وكذا. لكن في حال افترضنا انه المغرب تتميز بدرجه او باخرى عن بقيه مناطق العالم الناطق باللغه العربيه بدرجه ما من الانفتاح والتماسك الداخلي والهويه الى اخره، هل يعني هو يفترض يفترض ان ذلك يؤثر ايجابا في حضور المغاربه في المهجر، وبالتالي مساله اندماجهم وانفتاحهم للاخرين؟ هل حصل ذلك؟ هل يعني ما تعليقك على هذه المساله عموما؟ طيب مين فيك لسه سمحت الله هنيك اللي وراك اول بعد انت. اشتغل في ميدان الهجرة منذ حوالي 25 سنة. سؤال للأستاذ المحترمة، ما هي المعايير التي يتم الاعتماد عليها في استجواب هذه الأشخاص؟ هل المستوى الثقافي أو المرجعية الدينية أو المرجعية الجغرافية مثلا من المغرب، خاصة أن نعرف أن أغلبية المهاجرين في ألمانيا من شمال المغرب أو من منطقة الريف، يعني يتم الاعتماد أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، أو هناك معايير أخرى؟ وإشارة صغيرة فقط، فإن الهوية المغربية أو إنتاج الهوية المغربية بالخارج يتجلى في المنتخب المغربي لكرة القدم. فغالبية اللاعبين لا يتكلمون مثلا اللغة أو الدارجة المغربية، ولكن تجمعهم اللغة الهوية المغربية. وكما قال السيد المدرب وليد الركراكي أشار إليها بما يسمى بتمغابت. شكرا كثير. يلا راح اتذكر السؤال، يعني كان يلا راح هذا يلا ما في مشكله، مو سؤال واحد انت مشان ايه تفضل. سفيان طالب دكتوراه في الانثروبولوجيا. اهلا وسهلا. شكرا على الكتاب، صراحه موضوع مهم. كيف قال الاستاذ انه فعلا دراسه السوسيولوجيه في المانيا هي مساله مهمه، لان في العاده الدراسات يعني دائما كتقام في المجتمعات الغير اوروبيه، يعني وهذه اضافه مهمه اننا نشوف تجربه الباحث سواء يعني في تخصصات السوسيولوجيا او في الانثروبولوجيا في المانيا، هذا شيء مهم. بالنسبه للمساله اللي بغيت نسول عليها هي مساله الهويه من خلال رؤيه العقل. يعني مثلا هذه الهويه او تعريف المهاجر يعني المغربي في هذه الحاله ذاته كمسلم، انطلاقا من رؤيه الشخص يعني في المانيا له كمسلم، وهالتبنيها هي حالات مثلا سمعتها حتى في البوسنه، يعني في الحرب اللي قامت الرجوع لها التدين. في هذه الحاله اللي درستي واش هي رجوع هذه الهويه وهي انطلاقا كتاثير بمعنى انه من جانب باسيف سلبي، او لا هي هويه مقاومه، يعني اذا استعملنا مثلا المفهوم ديال مانويل كاسلر. شكرا كثير. سمحت بالله. معلش راح يزين الجلسه.
إذا السؤالين الأخيرين رح نقول هلا السؤال اللي قبل الأخير يعني مكمل للسؤال أصلا، بس هنيك كان عم يسأل أكثر عن المخرجات، خلينا نقول سؤال شامل أكثر. هون سؤال عن المدخلات، يعني المعايير اللي تم من خلالها انتخاب الأشخاص يعني المستجوبين. طبعا من خلال هالمعايير ممكن نسأل إنه على أي أساس، كيف أثرت، هل مثقف أكثر، متدين أكثر إلى آخره، كيف أثرت. السؤال الأخير ما بعرف يعني إذا أنا متأكد إنه رح أرجع أتذكره، خصوصا التشويش، ما في مشكلة. ممكن تقعد هنيك روحي السمح. شكرا. إذا السؤال كان عن، أعطيني أول كلمة بس منه. سؤال حول العودة الهوية. هو يعني تأثير سلبي أو لا كهوية مقاومة، كنوع من الايجنسي، نوع من الوكالة يعني. اوكي، اذا لانه انطلقت من انه امكانيه تحديد الاخر لك بانك مسلم، فما هو رد الفعل على المساله؟ يعني بمعنى هل اختصرت على ان كونها رد فعل المماهاه او المماثله مع الاخر، ام كان في مقاومه التحديد بهذه الطريقه؟ فهمت انطلاقا من نظريات تبني هذه الهويه المسلمه كفعل مقاومه. هو يستحضر تمام. أو نظرية كاستل. إذا في احتمالات متعددة، أحدها أنه فعل مقاومة، أو بمعنى أنا رفض مماهاتي مع شيء أنا مبديه. إذا يعني صار السؤال واضح. شكرا كثير. ما أعرفش الميكروفون إذا شغال. يلا رح. المهم بالنسبة نعتمد على صوتك الطبيعي المرتفع. المهم بالنسبة للسؤال الأول، هل التنوع الديني، أولا أعقب على التنوع الديني بالنسبة للشاب اللي سأل. ما يمكن أن نتحدث عنه من تنوع هو التنوع في نمط التدين. مثلا هناك اختلاف ما بين نمط تدين مغاربة الشمال بمقارنة مع مغاربة الشرق أو جنوب، أو لكن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد اللي نحكي عنه، وأنا أتحدث عن المستجوبون. ما كانش هناك أكثر من دين، بينما كان هناك اختلاف في نمط التدين. في اللغة كان اختلاف واضح، هناك من يتحدث الأمازيغية الريفية، كثير من المستجوبين، هناك من يتحدث أمازيغية الأطلس، وهناك من يتحدث اللغة العربية الدارجة المغربية، وهناك من يتحدث الألمانية والريفية فقط مثلا. هذا التنوع، كان سؤالك هل التنوع خلق إجابات مختلفة؟ أستطيع القول أنهم يعني من خلال التحليل اللي قمت به من خلال الجداول لم يكن انتمائي لمنطقة جغرافية في المغرب مثلا عاق أكبر، أو حديثي بلغة أصلية أمازيغية أو عربية عاق أكبر. الهوية اللي ركزت عليها هي الهوية الجامعة لدى المغاربة، وليس هويات دقيقة. وما لاحظتش نهائيا اختلاف ما بين الناس الذين ينتمون لمناطق جغرافية معينة. بالنسبة للموازنة بين الأرقام والحكي، طيب إذا سمحتي لي بس، آسف، قبل ما يتم الإجابة عن الأسئلة، أنا اللابتوب عندي راح يخلص شحن، وشفت إنه هون ما في شحن. ممكن بس نقرأ الأسئلة الأخيرة اللي إجت إنه انكتبت على الزوم وكذا، وراح نرجع للإجابة عن هذا. فممكن أول شيء من على الزوم راح نبدأ. إذا ممكن يعني تقري: كيف يمكن للمهاجر المغربي في ألمانيا أن يحافظ على هويته الثقافية الأصيلة، ضروري هي الأصيلة، وفي نفس الوقت يتفاعل بشكل إيجابي مع قيم المجتمع الألماني دون أن يتحول ذلك لصراع أو ذوبان كامل في الثقافة المضيفة؟ وهل يمكن اعتبار الاختلاف الثقافي رصيدا لبناء هوية هجروية جديدة تهديدا لتماسك الأسرة والجماعة؟ من حميد. هذه الأسئلة متاع الشاب مش محتاج هذه. اوكي. إيه بس مشان يسمعوا هن الاجابات يعني اللي هذا الزول. دكتور جبت لك كهرباء وفصلنا الشاشه. بكون تمام، بس انا هنيك الشاحن لا، هذا له شاحن خاص ما بيمشي الحال هذا. اذا هذا السؤال الاول. ثاني الهويه ممكن تجاوبي عنه، معك دقيقه على السريع تجاوبي عنه. بالنسبه لكيفيه الحفاظ على الهويه الثقافيه الاصيله، هناك اليات يستعملها من دون يعني مع الاندماج في المجتمع الجديد يعني. طبعا الاندماج هو كتعقيب على مختلف الاسئله هو حاصل. هذا الاندماج بالنسبه للمغاربه هو حاصل، ليس شيء يراد الوصول اليه. هم مندمجون يعني منذ سنوات، منذ نهايه الخمسينيات الى الان هناك اندماج كبير حتى في الناس الواصلين جديد على ألمانيا. لكن كيف يمكن الحفاظ على هذه الهوية؟ هناك
محاولات يعني مستمرة من المهاجرين لخلق فضاءات تجمعهم بالألمان، لتبادل ثقافي، لاندماج سياسي أكبر في المجتمع الألماني. يعني حتى الأرقام يمكن أن تعبر عن هذا إذا عملنا دراسات في هذا الصدد. هناك محاولات أكثر لاختراق مجالات جديدة لها علاقة أكثر من بالمجتمع، أكثر من هون أدي عمل وناخذ عليه مقابل مادي في نهاية. هذا ما كان يمكن سائد أكثر في الجيل الأول الذي وصل إلى ألمانيا، يعني اللي وصلوا بعد الخمسينات والستينات، هذا كان عملهم. لكن الشباب اليوم أو الجيل الثاني الثالث والرابع والشباب القادمون حاليا إلى ألمانيا يأتون بمنظور أكثر انفتاحا، بطموحات أكبر من أنه أقوم بعمل وأخذ عنه أجر، بل لأنتمي أيضا، وانتمائهم يعبر عليه بمختلف الطرق. طيب إذا تعليق من الدكتورة، طبعا هو السؤال هذا نفسه ممكن واحد يسأله، يعني ليش ضروري الناس عندها شعور أنه لازم نحافظ على الهوية؟ يعني ليش أصلا ليش الهوية هي مسألة تعتبر كأنه شغلة، يعني أنه لازم نحافظ عليها، أو حتى بالكتاب أحيانا أنه في خسران هو جزء من الهوية كذا. ممكن هذا واحد يسأل سؤال اسمع عنا كتير. إذا الدكتورة سوريا كان أنه الهوية ليست ثابتة بل عملية تفاوض مستمرة، فهي تشمل ليس فقط، هنا السؤال، الهوية ليست فقط ما أحدده أنا لنفسي، ما يراه الآخرون أو يسقطونه علي. خلينا نقول أوكي، هي عنان راح أجيب بالسؤال الأخير. تظهر الهجرة أن الهوية ليست جوهرا. كمان جواب تفاعل دكتورة سوريا. أوكي، إذا ممكن تتابعي الإجابات عن هون، ورح بعدها نقرأ الأسئلة من الفيسبوك لأنه صار في عندي الشحن. كان سؤال هناك حول الموازنة بين الأرقام والحكي. ما أعرفش من أنت صاحب السؤال. الموازنة بين الأرقام، أي باحث يقوم ببحث أكاديمي يجب أن يعود إلى الدراسات السابقة والتي تختزن الكثير من الأرقام، وهي أرقام جديدة على فكرة. يعني عفوا السؤال مو مشان يكون واضح. لا واضح، بس أقول لك مو مسألة الأرقام والحكي. لدينا، أنت قلتي في الكتاب أن هناك الدراسات السابقة كانت تقوم بهذه الطريقة، دراسة العوامل الثقافية كذا من الخارج. أنا سأقوم بطريقة أخرى، وهي أنني سأجعل الأشخاص الذين هم يعبرون عن نفسهم. إذن دراسات موضوعية بمعنى أنه هي من فوق، وهنا دراسات من تحت، دراسات هي تعبر عن وجهة نظر الأشخاص الذين يدرسون. صحيح. سؤال هنا إلى أي حد هناك تطابق بين هذه الدراسات السابقة اللي هي بتحكي عن الناس وتعتبره موضوع، ودراستك أنت اللي بتقدم وجهة نظر الناس نفسهم؟ طيب هنا الجواب هو كيف يمكن أن أقوم بهذه المقارنة ولم يسبق أن صادفت بحث يعني مماثل لبحثي يعني في الهوية المغربية، هوية المهاجرين المغاربة في السياق الألماني. هنا يمكن أن أقارن، يعني إن وجدت بحث قد قام على طرح نفس الوضعيات ووضع نفس الإشكالية، ربما أقارن ما بين ما جاء في هذا البحث من إحصائيات وما جاء من حكي وخلاصاته. لكن هذا لم أقم به إلى حد الآن، يعني لم أجد دراسة شبيهة. بالنسبة لي الأستاذ الذي تحدث عن هذه الهوية المغربية وانفتاحها الواضح بالنسبة مقارنة مع باقي دول العالم الناطق باللغة العربية والمغاربة، وأيضا الحديث على قبول الاندماج. هنا يجب أن أوضح أنني لم أقل لا عبر الدراسة ولا اليوم أن المغاربة يحاولون الاندماج ويفشلون في ذلك. هناك اندماج واضح من المهاجرين المغاربة في السياق الأوروبي عموما والألماني، لكن هناك تفكير في هل يمكن أن يعني يتقبلني الآخر كما تقبلته، سواء كنت أنا الضيف أو كان هو ضيفي. فلعلها مطالبة أكثر منها أسئلة بتقبل اختلافي أيضا كمهاجر مغربي في هذا السياق، وليس خوف من الاندماج أو خوف من فقدان شيء من هويتي إن أنا اندمجت في هذا السياق. بالنسبة للمعايير اللي تم من خلال اختيار الأشخاص المستجوبين، العينة كانت
كان واضح أنها عينة قدمت إلى ألمانيا في هذا المتفق عليه مع المشرف على البحث وما إلى ذلك. عينة قدمت إلى ألمانيا خلال 25 سنة الأخيرة وليس قبل، ولكنها لم يتم تصنيفها مثلا على أساس مستوى ثقافي معين أو اختيار عينة ضيقة. كانت ربما يمكن وصفها بعينة عشوائية لكن في إطار زمني محدد. لماذا؟ لأنه كان تخوف من أنه إذا تحدث مع عينة من مستوى ثقافي محدد ربما تكون الإجابات متشابهة حد التطابق، فهنا ما هي الإضافة التي أتى بها هذا البحث؟ فكان الأفضل يعني كانت رؤية كمحاولة أولى أننا نشوف عينة شاسعة ومختلفة، ربما تكون الآراء مختلفة أكثر فتعطينا فكرة أكبر على المهاجرين المغاربة في ألمانيا. بالنسبة لسؤال تعريفه لذاته كمسلم، العودة للهويات الدينية، هنا أستاذ تحدثتي وأنت تستحضر نظرية كاستلز الهوية المقاومة. كان الجزء النظري في البحث يتحدث باستحضار نظرية كاستلز بالأساس، لأنها نظرية تقدم لنا آليات لتمحيصها في المجتمع، يعني آليات لندرس الشخص اعتمادا على متغيرات اجتماعية واعتمادا، ولكن نستمع. ربما وجدتها الأنسب لأرى هل النظريات تعكس فعلا ما يفكر فيه هذا المهاجر أو لا. فالعودة للهويات الدينية طبعا يذكرها كاستلز، يراها كأنها في عصرنا الحالي كأنها النجدة التي اختارها الإنسان لعله يحمي هويته، يعني هذه كانت الفكرة الأساسية. فحاولت وأنا أضع المستجوبين في وضعيات أن أرى مدى تمثل مدى صحة هذه النظرية في الميدان كما نقول خلال البحث. فالأجوبة كما ذكرت تم يعني تمحيصها في جداول والخروج طبعا كان الحديث عن النتائج بشكل يعني حكي أكثر منه جداول أو هذا لتقريبها. ربما أصبت ربما أخطأت، لكن هذا النقاش ربما يجعل الكتاب يخرج في صيغة أفضل، فهذا كان هو المراد من إصداره رغم التخوفات الكبيرة. لكن رغم أني أنتج يوميا وأكتب وأنشر يوميا إلا أنه الإنتاج الأكاديمي يبقى له يعني مقامه الذي يجب احترامه. فالنقاش مع أهل العلم والمتخصصين أكثر مني أيضا هو الذي سيجعل الكتاب يتطور أكثر. شكرا كثير. خلينا بس نختم بثلاث أسئلة سريعة من المتابعين بالفيسبوك. السؤال الأول من عمران ناجي، سؤال يتعلق بديناميكية صنع القرار داخل الأسرة المهاجرة نظرا للاختلاف في الرغبات بين الرجل والمرأة بخصوص العودة، وكيف يمكن معالجة هذا الصراع المحتمل، وما هي الاستراتيجيات أو السياسات التي يمكن أن تدعم الأسر في اتخاذ قرار متوافق عليه دون إجبار أحد الطرفين على الاختيار. هلا خليني أشير هون إنه الكتاب هو بيقول إنه لا يريد أن يكون مجرد بحث أكاديمي، وإنما يريد أن يكون بمعنى مادة أولية يمكن أن تساعد الفاعلين صانعي القرار في التوجهات. إذن هذا السؤال الأول ممكن جاوب عنه بالنسبة لديناميكية صنع القرار داخل الأسر المهاجرة، صراحة كان يمكن الإجابة عليه بشكل واضح أكثر لو أنني استجوبت داخل كل أسرة المرأة والرجل، لكن أنا استجوبت أشخاص يعني من مختلف المناطق من مختلف الأسر. فصنع القرار داخل الأسرة الواحدة ربما يرتبط بعوامل مادية أولا وبعوامل ثقافية ثانيا، لكن الإجابة على السؤال بدقة يحتاج دراسة. يعني لا يمكن أن أقول أن المرأة من تختار أو أن الرجل من يختار أو أنه سنظل في موضوع المرأة والنساء. والسؤال أنا أشرت أنه في إحدى الدراسات أنه نسبة النساء اللواتي يرغبن في العودة أقل من نسبة الرجال. فهو كان من السيدة من السيدة سعيدة نافع تسأل لماذا هي أقل من الرجال؟ هل يعني هذا أن النساء أكثر رغبة في الاندماج في المجتمع الألماني؟
طيب هذه كلها أسئلة تحتاج دراسات، لا يمكن أن يعني أجيب بشكل. لكن يعني خلينا نقول يعني طبعا ربما يعني فلنقل انه انطباعات الباحثة من النساء كما سبق أن ذكرت نموذج. هناك مرأة تريد لطفلها هذه الإيجابيات الموجودة في المجتمع الألماني، ولكنها تفكر في سياق المغرب وما يقدمه من حلول سهلة في التربية، فاختارت البقاء إلى حين أن تجد حلا بديلا. لكن المرأة في انطباعاتي الخاصة من حديثي مع المستجوبات اللي كانوا يمثلون نصف المستجوبين ككل، فكانت المرأة أكثر حرصا على حظوظ أبنائها من حرصها على حتى العازبات منهم، يعني اللي ما عندهمش أطفال غير الأمهات نقدر نقولوا، يستحضرون أنني في يوم ما سأصير أما، فقراراتي في تلك الفترة قد تختلف على قراراتي وأنا بدون أطفال. فالمرأة يعني فلأقل هنا يعني إضافة في السياق السوري مثلا، هناك حالات كثيرة عن رجال يريدون العودة إلى سوريا لأسباب تتعلق بأن الأطفال خارج طور أو الامرأة صار لديها مساوية في الحقوق في كذا، وهذا لا يناسب، وبالتالي يمكن أن يخمن البعض الفرضية يعني أن هذا أحد العوامل التي تجعل نسبة الرجال الراغبين في العودة أكثر من نسبة النساء، لأن هذا السبب موجود عند الرجال وليس موجود عند النساء يعني. لكن كما قلت هناك بحاجة لدراسات أكثر في هذا الموضوع. تفضل. في هذه النقطة بالذات، هذه النقطة المتعلقة برفض العديد من النساء العودة إلى أوطانها. المغرب كنموذج خلق لنا أو صار يخلق لنا مشكلة أسرية. فمثلا بعض المتقاعدين من العمل يفضلون العيش لما تبقى من عمرهم في الوطن أو يكثر الإقامة في الوطن الأم، لكن يصطدم مع عدم رغبة الزوجة في العودة في مرافقته حتى، وتقول أنني أحتاج إلى الطبيب وأولادي هنا وكذا وكذا، فيقدم الرجل على الزواج الثاني كأنه بده حجة هو. ما هذه الذريعة الجديدة؟ يعني هذه النقطة صراحة يجب معالجتها يعني في الوقت الحاضر، فهي ظاهرة. إذا ملاحظة يعني ما يمكن ما تسأل تفسيرها ونتائجها وكذا تستحق يعني الدراسة، لكن ظاهرة ملاحظة. شكرا. إذا الحديث أنا يعني هنا فقط لا أكرر أنه بالفعل في يعني هذه الظاهرة بين النساء أن أقل رغبة في العودة، وهذا يخلق خصوصا عندما تحدث رغبة في العودة عند الرجل، هذا قد يخلق مشكلة أسرية يعني. طبعا حل زواج ثاني انتهينا المسألة يعني، أو ثالث أو ما بعرف يعني. طيب السؤال الثاني أو قبل الأخير، كثيرا الثالث، كثيرا ما نسمع عن برامج دعم العودة التي تركز على الجانب الاقتصادي، مشاريع عمل استثمارات، لكن في ضوء التحدي المتمثل في اختلاف الرغبة بين الجنسين داخل الأسرة الواحدة، كيف يمكن تصميم برامج عودة تكون حساسة لهذه الفروق وتقدم دعما نفسيا واجتماعيا وليس اقتصاديا فقط لضمان نجاح واستدامة عودة الأسرة ككل؟ سميرة عبيدي. أعتقد الحديث هنا على دعم العودة بالنسبة للاجئين. لم يعني حسب معلوماتي ليس هناك برامج ما في دعوة للعودة للمهاجرين. لم أسمع بها موجودة للطلبة المتخرجين، لكن غير الطلبة. إذن يعني ربما أنه هذه البرامج ليست يعني على اطلاع واضح في مسألة على الأقل متعلقة بالمهاجرين. هلا بالنسبة للاجئين وخصوصا يعني هذا في هناك بالفعل هيك برامج. السؤال الأخير كالعادة سؤال منقسم إلى سؤالين، لدي سؤالان. السؤال الأول: هل هناك سياسات أو مبادرات ألمانية تساهم في تعزيز التعددية الثقافية وتقبل الهويات المزدوجة للمهاجرين المغاربة؟ بالنسبة للسياسات والمبادرات الألمانية، بطبيعة الحال المجتمع الألماني لا يمكن تصويره على أنه مجتمع أسود لا يقبل اختلاف،
هناك مبادرات اجتماعية، هناك مبادرات سياسية، هناك محاولات حتى من المهاجرين أنفسهم المندمجين بشكل جيد لخلق فرص أكبر للتلاقي وتلاقح ثقافي أكبر في المجتمع الألماني، ولها الكثير من لها يعني يمكن أن نرى بعض يعني مخرجاتها على الواقع. هناك تأثير على المجتمع المهاجرين من خلال هذه المبادرات، يعني من المستجوبين لم نتحدث على المبادرات بصيغة واضحة، لكن الكثير منهم استحضروا مساعدات من أشخاص أجانب ألمان أيضا لمحاولة إدماجهم أكثر في المجتمع، ليصححون لهم اللغة عندما يتحدثون بشكل خاطئ بدون استهزاء وإنما بشكل يراد منه. لقاءات مع مختلف المهاجرين من جنسيات أخرى مع ألمان في نفس المكان من أجل فهم يعني اللغة أكثر، من أجل فهم نمط التفكير المختلف أكثر. هناك لقاءات في داخل كنائس، هناك لقاءات في يعني منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو مختلف الفاعلين يحاولون استغلال فرص مثلا الاحتفالات الدينية في ألمانيا، سواء الاحتفالات المسيحية أو الإسلامية، لأجل تلاقي معنا شخص يقوم بهذا الأمور بشكل واضح، هو الأستاذ محمد البنول، اللي هو من الفاعلين المغاربة في المجال الديني، اللي يعني الحالات اللي كيحاول من خلالها استحضار تقارب الثقافات وأن نجمع ما بين المغاربة أنفسهم داخل سياق مختلف أو المغاربة مع جنسيات أخرى في إطار مثلا احتفالات دينية إسلامية، أو المغاربة مع الألمان المسيحيين في بعض الأوقات التي يمكن أن تجمع الإنسان لأنه إنسان بغض النظر على اختلافه الديني بس أو غيره. أنت في الكتاب أشرتي لجانبين. نعم. من ناحية أشرتي إنه الحكومة والمجتمع المدني وكذا هناك مبادرات إيجابية في هذا الاتجاه، لكن تحدثتي عن المد اليميني الشعبوي كذا، وأن بمعنى إذن يعني إجابة إذن هناك أشياء إيجابية إذا مبادرات، لكن هناك بمعنى نعم. طرف يعني أيضا لا نعم يريد هناك ذلك. هذا الطرف، لكنه صار أكثر قوة وظهوره صار أكثر شدة في المجتمع الألماني. ليس المجتمع الألماني في معزل عن السياق الأوروبي، وليس في معزل عن السياق الغربي بشكل عام. التحولات التي تشهدها المجتمعات الغربية أراها متشابهة إلى حد كبير. صحيح أن المبادرات لن تتوقف، المبادرات الإيجابية منها، لكن أيضا المد اليميني يخلق رهبة وخوف كبير، ليس فقط لدى المجتمع المهاجر والمجتمعات المهاجرة، ولكن أيضا لدى الألماني، خوفا على سلامة تطور بلاده التاريخي، تطور الكثير من الأمور في الغرب عموما وليس ألمانيا فقط. طيب سؤال أخير هنا، كيف يتعامل الشباب المغربي في ألمانيا مع مسألة ازدواجية الانتماء بين المغرب وألمانيا، وهل ينظرون إليها كقوة أم عبء؟ طبعا أنا رح يعني في سؤال قبله أصلا، هل يظن أو يعني بمعنى من استجبتيهم هل يعتقدون بوجود هذا الانتماء المزدوج، أم يعتبرون فقط أنهم منتمون إلى المغرب وهم في ألمانيا بطريقة أو بأخرى؟ كريم حجي صاحب السؤال. كريم حجي هو نفسه قلنا الاسم لأنه هذا سؤالين. إيه. بالنسبة لازدواجية الانتماء لدى الشباب المغاربة خاصة، كانت أسهل في أن تكتشفها من خلال كلامهم، فلا يعبرون عن إقصاء أنفسهم من المجتمع الألماني وأنهم مغاربة غير قابلون للاندماج في هذا المجتمع، وإنما يقولون أن حتى الكثير من الأمور التي تطورت في شخصيتي وفي هويتي تجعلني أشعر بالانتماء. تأثرت بنمط عيش معين، تأثرت بسلاسة بعض الأمور، بينما يصعب علي التأثر بأشياء أخرى أو تقبل أشياء أخرى في المجتمع الألماني. فازدواجية الانتماء ممكن الحديث عنها إذا كانت أيضا هناك، يعني كنخاف من تعبيرات اللي تخليني نعطي حكم قيمة بدون دراسة، لكن ازدواجية الانتماء تحتاج دراسة أعمق. لكن الانتماء للوطن الأم كان واضح بالنسبة لي. الانتماء إلى ألمانيا هل هو انتماء فعلي حقيقي أشعر بأنني ألماني وأعبر عن ذلك بشكل واضح؟ هذا لم أختبره لدى الشباب المغاربة. طيب إذن يعني هو تعقيب هذا السؤال ما بعد الأخير، أنتم ملاحظين دائما بعد الأخير أكثر.
إذا الأستاذ هشام عبيدي ممكن تعليقا على المركزية المغربية. بالرغم من أن الهوية ليست ثابتة فهي أيضا ليست مائعة بالشكل الذي يجعلها تفقد مكوناتها الأساسية وصورتها التي تجعلها تختلف مع الهويات الأخرى اختلافا يغني التعددية. لذلك لا أرى بأن مركزية الهوية المغربية شيء سلبي بل إيجابي. هشام عبيدي بالمناسبة هو واحد من خريجي هذا الماستر أيضا، فكانت هذه المواضيع هي أساس حواراتنا وأساس كل المواد، الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وعلم النفس وكل شيء. كان هذا الاختلاف وهذا التنوع الثقافي هو أساس كل بالنسبة لي الحديث عن يعني أكاد أتفق معه، لأنه الحديث عن تبني أو مش تبني ولكن الحديث عن أني أمتلك هوية مغربية لا يجعلني يعني أبتعد عن هويات أخرى أو أرفض الاندماج في عالم آخر فقط لأنه يختلف عني من حيث القيم الدينية أو القيم الأخلاقية أو غيرها، بل كما ذكرت في الكتاب يمنحني تاريخ هويتي في وطني الأصل الكثير من المرتكزات التي تجعلني أكثر انفتاحا على الغير، سواء كنت داخل الوطن أو غادرته. فأنا لا فكيف للمهاجر المغربي أن يهاجر؟ يعني ملايين حنا المهاجرين المغاربة، كيف لنا أن نقدم على هذه الخطوة بهذه الأعداد دون أن نكون مستعدين؟ لكن مدى الاستعداد هو شكرا كثير لك، وشكرا لكل الحاضرات والحاضرين، وشكرا اللي كمان كانوا مرافقين. ملاحظة أخيرة قبل ما أختم، في بضع نسخ، وبتعرفوا البضع من 3 ل 10 أو ل 9 أظن، فبضع نسخ من الكتاب اللي حابب يشتريه هو رح يكون السعر 10 يورو، وممكن هون توقعوا الكاتبة معكم، فاللي حابب يكون هو موجود هنيك وين بالغرفة هنيك. إذا لا تبقى هنا التوقيع عشان الكاميرا رح يكون التوقيع هون، بس هنيك الدفع بالخزنة هنيك. هذا شكرا كثير، شكرا كثير لكم، شكرا الباحثة، ونتمنى شكرا لأنكم جيتوا وخاصة الباحثين. يعني فرحني جدا تقاسم، واللي قرأ الكتاب واللي حتى لو ما كانوش النسخ كافيين يخلي لي فقط العنوان، أنا نخلي لكم هنا عنوانه يصلح للدار بكل فرح، ويهمني أكثر إنه يكون نقاش انتقادات بناءة أصلا لأجل تطوير. خلينا نختم مع الدكتورة ثريا. شكرا كثير دكتورة ثريا، شكرا على الحضور والمداخلة وهذا، وشكرا كمان لكل اللي حضر معنا، وإن شاء الله اللقاء القادم بيكون شخصي وعن فيزيائي وليس فقط عبر الزوم. أنا أيضا أريد أن أشكر، وهناك يعني إشارة ضرورية جدا جدا أنه دكتورة ثريا وما أنتجت حول الهجرة المغربية إلى ألمانيا كان من بين العوامل الأساسية اللي خلت أصلا فكرة الكتاب تكتمل، لأنه الهجرة المغربية لحد الساعة لم تحظى بكل هذه، لم يسل مداد كثير حولها. فدكتورة ثريا يعني أحيلكم على دراساتها، هي باللغة الألمانية، تفتح الكثير من النقاشات رغم أنها تهتم بالتاريخ، لكن فيها نفس يعني يعطينا أمل في إجراء أبحاث أكثر عن الهجرة المغربية إلى ألمانيا، وتستحق الاطلاع عليها لأنها كانت بالنسبة لي ملهمة جدا. كنشكرك أولا لتواجدك معنا، وكنشكرك أيضا لاهتمامك بهذه الهجرة بهذا النفس الحقوقي أيضا، وأتمنى أنه يكون الكثير من الإنجازات القادمة في القادم من المناسبات. شكرا.